فأول 10 سنين بحياتي أو أول 9 سنين لبين ما طفشنا من لبنان من الحرب الأهلية عشت مع ستي وجدي. يعني كنا ننضرب، التنمر كان شيء طبيعي، بس أنا عم بكتبها يعني ما عم بحس بقهر أو بشيء زعجني. إذا حابب تعمل شيء تاني انسى الشيء اللي جايبه معك. بالفرنساوية هلا على عمر 40-50 في منهم عم بيكبوا شهادتهم وعم بيقرر انه انا بدي اروح اعيش بكوخ واصطاد سمك. انا هذا الشيء اللي بحبه. انا عندي ذكرياتي بسبب هذا الدين، وعندي نمط عادات اجتماعية بسبب هذا الدين، بس غير هيك لا انتمي لاي شيء غير انتمي لحلبيتي. خليني اقول انا حلبي اكثر من مسيحي. بحط الحدود تبعيتي هي ذوق العالم زائد 1. بطلع درجة صغيرة فوق ذوق العالم. النكتة السورية الشاملة اللي نحن كنا نفكرها شاملة مثلا كوميديا فصول الأربعة، هي كوميديا كتير كتير ضيقة لبعض العالم، ما هيك كل مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا شنطه بودكاست. برنامج شنطه بودكاست بيجيكم برعايه بريبيتد تكنولوجي، ابولو ايجنسي ويولو ارت سنتر. اليوم الحلقه شوي شكلها مختلف. اليوم هي اول حلقه اونلاين رح نعملها ببرنامجنا شنطه بودكاست. بالاضافه الى هيك حابب جد كتير اشكر الكوميونيتي الصغير اللي تكون ببرنامجنا على هي الفتره اللي هي 6 حلقات عرضنا فيهم قصص متنوعه، شناطي متنوعه نبشنا فيها مع بعض. فبنشكر كل الناس اللي عم تدعمنا، بنشكر كل الناس اللي موجوده بصفحاتنا اللي عم بتحاول تعطينا اراء، ونحن منفتحين لاراء جديده. واول شغله جديده عم نحاول هلا نعملها انه في ضيوف كتير حلوين ولذيذين ما لنا قدرانين نوصل لهم بانه ناخذ شنطايتنا ونروح لعندهم، بس بالعصر هاد في شيء اسمه تكنولوجيا وانترنت واونلاين. لهيك انا كتير حابب رحب هلا بضيفنا ريكاردو. كيفك ريكاردو باصوص؟ مرحبا جهاد، كيفك وشو الأخبار؟ رواق أنا منيح كتير ومبسوط أني معكم، ومستغرب ما زلت من جملة إنه الضيوف اللي ما بنقدر نوصل لهم. من كم شهر كنا مع بعض يعني أول شيء أنت بباريس، نحن باسطنبول. أنا بفرنسا بس مش بباريس. أنا بمدينة ليون. أوكي. أنا هلا مستقر بمدينة ليون اللي هي صايرة في نص فرنسا، بس إيه عم بطلع بعمل شغل بباريس وكذا. بس هو محل ما أنا مستأجر وفارش أغراضي مبدئيا هو مدينة ليون. وفي فكرة إنه نحن كتير كنا حابين نعمل هاي الحلقة مع بعض لدرجة إنه وصلنا لمرحلة إنه بدنا نلاقي حل. فالحل اللي كنا عم نحاول نلاقيه إنه كيف ممكن نصور حلقة مع بعض كان أفضل حل أونلاين. واللي بتعرف إنه هذا الحل فتح براسنا شيء إنه نحن ليش ما يكون في كتير ضيوف حلوين موجودين حول العالم سوريين، نطلع شوي من مساحة تركيا ونحكي عنهم، نحكي معهم. فكتير مبسوطين إنه أنت أول حدا عم نجرب معه هي التجربة، وبظن رح تكون شيء كتير رايق وجميل إن شاء الله، لأنه السوريين في كل مكان يعني ما راح تقدر تتحكم فيهم في اللي حواليك. يس تجربة حلوة، وإن شاء الله بتطلع هاي الحلقة ناجحة فنيا وبتكون بوابة لضيوف تانيين إن شاء الله يا رب. عم نعمل يعني صلنا ساعتين عم نحضر. طبعا نزيح هاي، شيل هاي، نحط هاي، شو رأيك بهاي؟ أو إضاءة أورانج وما إضاءة. أنا ما هيك بعيش يعني، بس يعني يعرفوا الناس. بس إلى الحلقة عملت هاي الإضاءة الجميلة بس يعني. هلا نحن جد على مدار 6 حلقات ريكو صار في كوميونيتي هيك صغير لطيف حوالين شنطة بودكاست، بيحكي لنا آراءه، بيحكي لنا أفكاره بحلقاتنا، عم نتعلم منهم. كان في حلقات شوي نحن مصورينها قبل ما ننزل أي حلقة، ففي شغلات تعلمناها جديد. بس اللي بيقدر يحكي لنا عن تجربة السوشيال ميديا وتجربته مع مجتمع السوشيال ميديا، واللي هي كمان قديمة جديدة بالنسبة لك بطريقة ما. يعني الشكل اللي انت كنت عم بتقدم فيه على السوشيال ميديا اختلف بآخر 2 سنين بشكل كبير، ما له مثل قبل 4 سنين، وال4 سنين ما له مثل قبلها. فهتحكي لنا شو هي تجربة انك انت تكون عندك جمهور سوشيال ميديا وعم تحاول تتطور كرماله وعم تحاول تعمل اشياء كرماله. كيف عاينت التجربة، خاصة عن طريق الدمى، وخاصة عن طريق الكوميديا الجديدة اللي فاتت في حياتك آخر 2 سنين؟ هلأ تجربة السوشيال ميديا كتير اختلفت من بعد ما طلعت من تركيا، لأنه صارت على صفحتي الشخصية. كانت قبل على صفحة الشغل، صفحة التلفزيون يلي بشتغل معه. فإذا ما بدي أفتح صفحة الشغل، ما بدي أشوف الناس شو كاتبة، خلاص ببساطة بضل بصفحتي. وصفحتي فيها صور كلبي وأهلي وعائلتي ورفقاتي، ما فيها شيء له علاقة. والناس اللي بتشبهني يعني أي شيء بكتبه أو بعلن عنه هي ناس مثلي. بس من وقت ما طلعت بالتلفزيون، كنت اشتغل انا مع تلفزيون سوريا، هونيك عملت البرامج، صارت المنصة الوحيدة اللي بقدر انا احكي فيها هي صفحتي الشخصية.
ونقلت كل اموري عليها، وفجاه قفزت اعداد المتابعين. من انا بتذكر طلعت من تركيا، كنت مع يولو عم بعمل عروضي، كان عندي شيء 8000، هلا وصلنا لتقريبا شيء 300,000 مجموعا. فرقم مخيف القفزه اللي قفزته. شو السبب اللي صار؟ ما بعرف، كتير اسباب. اول شيء صرت احكي بطريقه مختلفه، صرت احكي بطريقه شخصيه، ما عادت محكوم بالتلفزيون، صرت احكي الشيء اللي بدي مثل ما انا وانت بنحكي، بطلع بحكي. والشيء له ايجابياته وسلبياته، يعني في ناس ما بتحب هذا الشيء، في ناس مبسوطه كانت على القواعد اللي انا حاططها، لا بس الاغلبيه حابب الطبيعيه اللي عم نحكي فيها. بس هذا الشيء كمان اثر كتير سلبيا علي، لانه ما عدت اقدر افصل بحياتي الخاصه والوقت اللي انا مبسوط فيه لحالي. يعني ما عاد مثلا من يومين ثلاثه اعطيك مثال، انا كتير بلعب فيديو جيمز، ونزل جهاز النينتندو سويتش، نينتندو 2. من 2017 نزل اول سويتش. نزلت على السوشيال ميديا كيف رحت اشتريته، ورفقاتي نزلوا وكذا. هلا جاي عم بنزل نفس الشيء على السويتش الجديد. حسيت انه شو عم بعمل انا، وهدول شو دخلون لازم ما قال هن ما عادوا القراب اللي موجودين بس على السوشيال ميديا، صار في جمهور كتير كبير. صحيح. ولا الناس تسالني وقت نزلت صورتي مع السويتش، ايش شو هذا وايش قصدك؟ يعني بدهم يلاقوا قصد كوميدي سياسي. لا، ما قصدي شيء، هذا شيء انا بحبه. طيب. ما دخل فيه. تعال نحل الخلاف التاريخي. مين سبب هاي النقله؟ هل انت مدين لعدنان ولا مالك مدين لعدنان؟ هلا تعرف انت السوشيال ميديا فيه قفزات احيانا بتكون غير منطقيه. يعني بتشوف انت فيديو، ما بعرف اذا بالشنطه بودكاست هلا عم تصادفوا هذا الشيء، بتشوف مثلا مقطع انت مانك حاسب له حساب انه يروح فايرال، مثل ما بنسميه فايرال، يعني هيك يجيب ملايين مشاهدات. فاول مقطع فايرال هو لعدنان، بس من حلقه قديمه عملها مع التلفزيون. مو من الشغلات الجديدة اللي عم تنزل على السوشيال ميديا. مو من الشغلات الجديدة. هاي حلقة جننت السوشيال ميديا، وكانت على ايام النظام السابق، يعني ما انه شيء جديد. بعدين انا رجعت احييت عدنان وسوسن وقت سقط النظام، وبلشنا نحكي شوي عن الحرية وعن التغييرات اللي صارت. وفي كذا شغلة تانية صارت كمان، الستاند اب، في كذا فيديو انا عامله مع يولو. وقت اخذنا المسرح الكبير، وقت عملنا المسابقة الستاند اب كوميدي، في فيديوين ثلاثة مع يولو فيهم شوية كلام فري، يعني كمان راحوا للملايين. وهذا صار خلص، صاروا الفيديوهات يجيبوا فيديوهات، وصار في ناس مشكل منوع يعني على الصفحة، ناس بتعرفني، ناس ما بتعرفني، ناس عم تسبني، ناس عم تحبني، ما بعرف شو بصير بالاخير. ما سوء يعني. نحن من اسبوع طلعنا هيك لايف سريع انه هيك نحضر مع الجمهور كذا، يعني نحمس العالم ونشوف شو رأي العالم بالفكرة. فورا من اول 10 تعليقات انا لقط مسبب بالام يا مان. ما في وقت يعني. في ناس بس تشوف اونلاين حدا من صانعي المحتوى فورا بيدخلوا ما بعرف. العالم يعني عنده طاقة وشجاعة وحقد هيك على السوشيال ميديا، بيطلع فورا وبكل سهولة. يعني ما أظن هذا الشخص فيس تو فيس بيقدر يكون بهي الطريقة يعني. طيب هل أنت كمان ما بتكون على السوشيال ميديا شغلة ما بتشبه حالك، ولا هي بتشبهك؟ ولا عملية صناعة المحتوى هاد شو مستهلكة منك؟ شو بتحس انك انت جد عم تقدر تعكس حالك فيها، ولا ما عم تعكس حالك فيها، ولا بلحظة ما صرت أسير فكرة انه في ارقام لازم تحقق؟ يعني تجربتك عن السوشيال ميديا أظني كتير رح تكون لطيفة، لأنه أنت حتى الكونتنت اللي بتقدمه على السوشيال ميديا ما له كونتنت من شكل واحد، ما له بس عدنان وسوسن، ولا ما له بس ستاند اب كوميدي، ولا ما له بس برامج تلفزيونية، ولا بس آراء شخصية. في تنوع بكتير شغلات، ورح نحكي عن موضوع الآراء الشخصية شوي تاني. بس شو بتحس السوشيال ميديا؟ هل أنت جد عم بتكون قدران تكون الشخص نفسه بحياتك على السوشيال ميديا وقديه وكل هالتفاصيل؟ هلا في شغله انا دائما بقولها، هي شوي غريبه. اذا انا شو المنتج اللي بقدمه على السوشيال ميديا؟ شو هو المنتج يعني؟ هل مثلا لنفرض عم بقول من عقلي، مثلا باسم ياخر عنده منتج اللي هو ضيعه، والمنتج تبعه هو كاركتير بضيعه. انا عم بحاول المنتج تبعي هيك جايتني، يعني في نقاشي مع مدير اعمالي دائما بنختلف بهي القصه. المنتج تبعي بحاول يكون انا، يعني أنا بدي الناس تاخذني كريكاردو وأفكاره يلي هي ما دائما صح أو ما دائما منطقية،
وطريقته في التعبير وفي الكوميديا يلي أحيانا بتناسبك أحيانا لا. ما بدي أنا أكون الشيء المنتج اللي أنا مختلف عن حياتي الخاصة. هلا حياتي الخاصة ما كلها بحطها على السوشيال ميديا، مو يعني إذا نهار كنت أنا مزعوج من شغلة بدي أصبها، لا، بس بالنهاية ما رح أعطيك أي شغلة أنا ماني شايفها أو أنا ماني مقتنع فيها. أحيانا بقدر أطلع شوي أتنفس يمين ويسار عن طريق عدنان وسوسن، لأني خالق شخصيتين متناقضتين عكس بعضهم. فبطيلة شخصية الغبي، ما رح أقول لك أي شخصية هي الغبي، أكيد بتعرف لحالك، وشخصية العاقل يلي هي بتقدر تفرجي الناحية الثانية. هذا الصراع اللي بيصير في مخي دايما بطيله في عدنان وسوسن. غير هيك بصور الفيديو من أول مرة بنشره، ما بيهمني إيش لابس فيه، ما بيهمني شلون. معظم الفيديوهات شعري بيهوي وبمتمش وكذا، خلاص أنا هيك شكلي اليوم وهذا أنا يعني. فالعالم اللي بتحبني أنا كشخص، تقبلتني أنا كشخص بكل عيوبي وكل، خليني أقول، أشياء اللي هن حابينها فيني، أنا البرودكت لألكم. يلي ما بيحبني أنا كشخص ما راح يحب البرودكت تبعي. طيب، في نقطة هون إنه أنا جد حابب أفهم عدنان وسوسن قد ايه قدرانين يخلقوا مساحة أمان بالنسبة لك، خاصة بالقرنة اللي أنت حكيت فيها، اللي هي إنه في شغلات هي ما بتنقال غير على لسان عدنان وسوسن، لأنه في شخصيات شوي إكستريم بالنقاش بينات بعض. ونحن بأثناء التحضير كمان كنت عم تحكيني إنه هاي الشخصيات هن ما لها شخصيات جديدة، هي ما لها كاركترز فاتت حياتك من 4-5 سنين أو فكرت فيها من 4-5 سنين، هي شغلات صارت بيلد أب هيك شوي 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 من طفولتك. يعني أنا بظن إنه عدنان وسوسن هو قرنة كتير حلوة ننكش فيها الشنتاية تبعك. كيف عدنان وسوسن ممكن يكون كاركتر انبنى معك من طفولتك؟ فيك تشرح لنا هاي القصة؟ هلا هن كشخصيات اللي انا خالقهم او مخترعهم او مبتكرهم، يلي الكلمه اللي بدك اياها، هن شخصيات انا اخترتها او جمعتها من شخصيات كانت موجوده في حياتي. ما حرفيا ما في بحياتي شخص بغباء عدنان اطلاقا. ولكن مثلا بس ممكن يكون في اغبى. في يعني في ناس حوالينا هيك بيفكروا بهي الطريقه. هلا فعليا انا في شغله يلي بيعرفني من زمان واللي بيتابعني على الفيسبوك من زمان، كنت كتير احكي عن ذكرياتي وعلاقتي مع تيتا. انا ولدت ببيروت بالسنه 82 وعشت مع بيت ستي، امي ستي من طرف والدتي. عشت مع هذا البيت اللي هو فيه جدي وستي او خالي، وماما كانت تروح وتجي على السعوديه، كان بابا بيشتغل بالسعوديه، ولهيك تركنا بلبنان، لأنه ما في كان مدارس مسيحية ولا في مدارس خاصة كانت بالمنطقة اللي بيشتغل فيها. فأول 10 سنين بحياتي أو أول 9 سنين لبين ما طفشنا من لبنان من الحرب الأهلية عشت مع ستي وجدي. وآخر 10 سنين بحياتي في حلب، كمان قبل ما أطلع من حلب بال 2015، بدك تقول تقريبا أكثر من 10 سنين، 14 سنة الأخيرات من البكالوريا لل 2015، من 2001 لل 2015 عشت مع ستي الثاني من طرف بابا. فأنا معظم حياتي عايش مع ناس كبار في العمر، بتعامل مع ناس كبار في العمر، كتير طريقة التعامل معهم يعني مثل ما بيقولوا جيل القديم، جيل اللي بتحكي معه بطريقة مختلفة، بيفكر بطريقة مختلفة، بيعطيك نصيحة غريبة عجيبة، بيعطيك منطق جميل ما عاد موجود بهالأيام. فيمكن أنا ماني متأكد، مش إنه أنا قعدت حطيت ورقة وقلم وقلت مثلا عدنان بيشبه جدي أو خالي أو لا، بس أظن تعرضي لكتير بحياتي لعالم كبار في العمر خلتني أكون شوي أقرب لطريقة حكيهم وتفكيرهم، كيف وين بيحط المشط، كيف بتحط الأكلات بالمونة. يعني هدول الأشياء كلها أخذتها منهم أنا أظن كبناء شخصية. يعني معناها أنت كتير بتوافق إن الفكرة اللي بتقلك أنه الفنان بطريقة ما هو مو بس عملية تكنيك أو شغلات عم يتعلمها، أو الكوميديان أو البرفورمنسر هو مو بس شغلات تكنيكية، جد تجربة حياته كيف قدران يقولها بهذا التكنيك، صحيح؟ أكيد حتى لو شو بكار عندك، يعني في فنانين بيكونوا ولدانين بحرب والفن تبعهم بيكون هو تنفيس أو عبارة عن ترجمة لهذا الحرب. في فنانين هون كمان، هون وقت بقصد هون يعني مثلا هون بالشارع بفرنسا، امبارحة عم بتفرج، كان امبارحة كان عيد الموسيقى في فرنسا. عيد الموسيقى في فرنسا الناس كلها بتنزل من صبح للمساء بتلعب موسيقى في الشارع،
بغض النظر شو الموسيقى تبعتك، شو كان عمرك وشو كان الشيء اللي بتسمعه. يعني تحت بيتي كان في واحد حاطط دي جي، بتمشي شوي لقدام في وحده حاطه عم تدق على الساكسفون وجنبها عالم عم بيرقصوا. فهدول كمان فنانين، هدول تعلموا الفن بطريقه جدا مختلفه، كان عندهم دروس موسيقى في مدارسهم وبيعرفوا تاريخ هي الموسيقى. بس ونحن عندنا كمان في سوريا بالحرب بالثورة كمان طلع في عنا أغاني، طلع في عنا فن مترجمة من واقع هذا الشيء اللي عشنا. 100%. أنا بشوف إنه عشت كتير أشياء مستحيل أقدر أعكسهم على شغلة واحدة يا حب. بس بشكل عام أنا ما بعرف ليش بعتبر رغم الحربين اللي عشتهم والأربع تهجيرات اللي تهجرتهم، بشوف إنه أنا الفن اللي عم بعمله أو الكوميديا اللي عم بعملها هي من خلفية سعيدة. أنا هيك بحس، ما بحسها من جاية من بؤس أو من تعاسة، بحسها من شيء سعيد. يعني وقت بفتكر تيتا، وقت بفتكر حياتي بلبنان ببتسم، وقت بفتكر كبرتي بسوريا رغم كل صعوباتها الهائلة، يوم بدي أجي أكتب عنها نكتة للستاند اب كوميدي بكون مبسوط. وفي شيء تخبرنا إياه إنه أنت كيف قدرت تترجم هي السعادة بالكونتنت تبعك؟ يعني هو هذا الكونتنت أصلا ترجمته ليش سعيدة؟ يعني في شيء لقطه بحالك هون ولا هي هيك بس شغلة عم تصير باي ديفولت؟ شوف، بتذكر وقت عملت معكم مع يولو نظمنا ثالث عرض جيل الصبارة اسمه، كنت وقت عم بحكي عن الاختلاف بالتربية بين اليوم نحن كيف بنربي أولادنا أو العالم كيف بتربي أولادها وكيف نحن ربينا. أنا عم بكتب التربية القديمة كانت كلها الكوميديا فيها هي إنه نقاط سلبية، يعني كنا ننضرب، التنمر كان شيء طبيعي. بس أنا عم بكتبها يعني ما عم بحس بقهر أو بشيء زعجني. فقررت وقت خلصت كل العرض مشان ما أفرجي إنه هذا العرض هو عبارة عن حرب ضد الماضي، ببداية العرض قلت جملة، قلت هذا العرض إهداء لوالدتي. أوكي. وبعدها حكيت يعني عن التربية اللي عند أختي. ووقت خلصت قلت جملة إنه هاي التربية كانت موجودة على هذيك الأيام، ما كان عندهم يوتيوب، ما كان عندهم كتب، ولا كان عندهم مراكز نفسية لتساعدهم. هذا الشيء اللي طلع معهم، وهذا الشيء اللي طلع منهم، يلي طلع هذا جيلنا. كان في قدامنا شيء 300 شخص وقتها على المسرح. قلت إذا أنتم حبيتوا العرض فأنتم عم تسقفوا لإلي، فأنتم عم تسقفوا للشاب اللي ربته ماما، فهذا التسويق كله رايح لماما. فبطريقة ما أنا حاسس إنه الأشياء اللي ممكن تتفسر بطريقة عنيفة، يعني بحضر أحيانا ستاند اب كوميدي أمريكي عم بيحكي نفس الشيء بس ولكن بعنف هائل، ماما بيحكي مع أهله ومبسوط إنه طلع من بيته. لا، أنا هذا الشيء بشوفه لطيف وترك انطباع، ذكرى جميلة بطريقة عظيم. ليك أنا بشوف إنه الإنسان بيقدر يلاقي سعادة بأحلك الأوقات والظروف. بتذكر وقت كنت صغير وكانت يبدأ القصف بلبنان، كنا كلنا ننزل على الملجأ اللي هو الأبو تحت البناية. كنت يعني بعرف إنه في احتمال صغير، طبعا ما عندي الوعي، وفي احتمال يصير لحدا شيء، بس كنت مبسوط إنه نحن كلنا بمكان واحد. كنا نقعد حول ضوء اللوكس، كان في وحدة من الجيران تعملنا سندويشات جبنة وهيك ونلعب، طبعا ما في داعي اقول لك انهم كيفين انه تاني يوم ما في مدرسه. بس ايه كنا نلاقي شيء سعاده جميله في كل لحظه من اللحظات اللي عشتها. يعني انا بعتبر الكوميديا تبعيتي ما بتطلعك تعيس، بتطلعك عم تتذكر شغله بسعاده. هلا يعني انا كثير بوافقك انه بالاخير السعاده هي طريقه، يعني هي طريقه من الطرق، ومو ضروري تكون هي الطريقه الوحيده او الطريقه الصح او الطريقه الكذا. نقاشنا مو هون، عم نحكي فقط عن الطريقه اللي انت بتحب تعبر فيها عن الكوميديا تبعك، عن الكونتنت تبعك، عن شكل حياتك، عن حتى المآسي او الشغلات السعيده اللي انت عديت فيها بتعبر عنها انت بهي الطريقه. بس وحده من الشغلات الثانيه كمان اللي بتعبر عنها عن حياتك وتجربتك هي شنطايتك نفسها. هي لما بشوف هذا البني آدم جاي من بعيد وبقعد معه بتعرف عليه وبنشرب فنجان قهوة مع بعض نحكي شوي، شنطايته بتبلش تحكي سمها. فأنت بطريقة ما عشت الحرب الأهلية اللبنانية وبعدها جيت على سوريا. كمان في تفصيلة انه انت من الطائفة المسيحية، وش هذا كمان ما خلى تجربتك بسوريا هي يعني بالمشرق بشكل عام تجربة عادية، لا انت قاعد هون صرت اقلية معينة وهذا عيشتك تجارب. وبعدين صارت الثورة السورية. فهي المرحلة شو متذكر عنها؟ شو بتحس انه بقيان من هي المرحلة
بشنطايتك لهالثانية وانت هلأ بليون بفرنسا؟ هلا هي مرحلة اللي قلتهم جهاد، هلا انت عدة مراحل هائلة يعني. 100%. وبلشت يعني ما كنت وعيان لكل هالقصص. انا جيت لسوريا ما وعيان انه انا مسيحي وغيري غير مسيحي، ما كنت فهمان يعني اي شيء. بلبنان كنت بعرف المسيحي والمسلم لانه كان في فترة من فترات التقتيل على الهوية. 100%. يعني بياخدوا هويتك، بيشوفوا اسمك مسيحي بيقتلوك. إذا كنت بالغربية وبالشرقية بالعكس. ونحن قرروا أهلنا بهالأثناء يسمونا ريكاردو وجوي وجيسيكا. يعني شكلهم ما كان بدهم كتير يخططوا لمستقبلنا، قال يلا هي سنتين ثلاثة بيروحوا على شيء حاجز. بس وقت وصلت لسوريا ما رأسا دخلنا بالقوقعة المسيحية يلي هي موجودة كتير بشدة بحلب، يلي هي المدرسة المسيحية، المنطقة المسيحية، البناية المسيحية، الكشاف المسيحي، والتعليم المسيحي. فبحياتي ما كنت أحس حالي بطفولتي إنه أقلية أو أكثرية أو مسيحي، لأنه ما كنا نتعرض للأسف بصعوبة كنا نتعرض لأشياء يعني. الأشياء القليلة كنت أتعرض فيها للمجتمع هي يوم اللي عندي مثلا فحص البروفي، هذا الشيء اللي لازم تروح تقدمه بمدرسة عامة، أو بعد فحص البكالوريا، أو مسيرة. أول مرة طلعنا مسيرة، طبعا المسيرة مدرسة خاصة وعامة، نطلع مسيرة نحيي القائد. فهو كانوا يطلعوا كل الطوائف وكل هذا اللي من المرات القليلة اللي نحن بنمشي فيها بطرقات ما بنعرفها وبشوف عالم ما بعرفهم. بس أول مرة أنا طلعت من هالمجتمع وانكسر مثل عادي وبلشت أشوف منيح الناس اللي حولي، هي وقت انتشروا بسوريا شيء اسمه كافي انترنت، أو محلات بتروح تلعب فيها فيديو جيمز. فهون أنا رحت وخلص ما بيهمني أنا وين أو أنا مع مين، بدي ألعب. مثل ما قلت لك أنا مهووس بالألعاب يعني. ما 100%. هي قصة لازم نوضحها. انت حتى حكيت لنا انه انت حتى من لبنان لما كنت طالع على سوريا كان الجيمينج هو شيء كتير مهم بحياتك بطريقة ما. صحيح الجيمينج ومنه تعلمت كتير أشياء. يعني هو جزء إذا بدنا نسميه من خبراتي وشنتيتي، هو من الفيديو جيمز. حتى في نوع من الهضامة والله ما كنت تلاقيه إلا بالفيديو جيمز. الألعاب وقت كنا صغار كان إجباري تحتوي على عنصر الفكاهة. كيف؟ يعني كانت هيك، كان الكتاب بيضيفوا إلى نكهة فكاهية. يعني مثلا كان في سلسلة ألعاب ألغاز، المنطقة تبعها كتير فكاهي اسمها مونكي آيلاند أو جزيرة القرد. اوكي. كان لازم تخلص أميرة مختطفينها عالم وقراصنة وكذا، بس كل الحوارات مضحكة جدا. كان مشان يخليك تشتهي تلعب يضيف كوميديا يعني في اللعب. حتى الأشياء البسيطة مثل ماريو يعني فيها عنصر ما هي لعبة مثل اليوم ألعاب الكول أوف ديوتي بدك تنط فوق شغلة بتقوم تنفعش، تاكل فطر بتقوم تكبر، بتشيل السلاح فبتشيل على الثاني. يعني في أشياء هيك بتضل مبتسم أنت عم تلعب. اوكي. فالفيديو جيمز كان شيء جدا 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 مهم في هذيك الفترة، وهو اللي خلاني بصراحة عن طريق هدول الكافيه انترنت وطبعا بعد الشغل. بس أنا بحكي لك قبل الشغل، بعد اشتغلت في بنك 10 سنين أنا. كنت أتعرض بقى لكل المجتمع السوري بكافة أطيافه، وخلص صرت ريكاردو يلي بيعرف يحكي ويتعامل مع الكل. بطلت الشخص اللي هلا عم يكتشف الحياة. بس إيه الفيديو جيمز هن اللي عملوا لي أهم أصدقاء في حياتي، واللي بلشت معهم خليني أقول مرحلة شبابي وكذا هي عن طريق ألعاب الفيديو جيمز. يعني بتعرف انت الشيء من اللي عم تحكيه هيك واحد بيفكر بيقول لحاله انه فعلا لما تدور على شيء برا هي البيئات المغلقة اللي هي ما لها بس البيئة المسيحية والبيئة السنية والكردية يعني البيئات بشكل عام بمنطقتنا في قرنة بيئات مغلقة بكل بيئة من البيئات الموجودة. الشغلات اللي بتكسر هالبيئات هي جد شغلات مشتركة إنسانية كتير، مثل فيديو جيم اللي هو مثل شغلة كتير انترتينمنت وشغلة كتير ممكن أنت تكون عم تعملها بيحسك الإنسان الفكاهي أو المحتاج يلعب. بس أنا تجربتي كانت أنه طلعت من بيئتي لما بلشت أشتغل مسرح، ولما تعلقت بالمسرح بدي أحضر مسرح غيرنا بالموسيقى. هي الشغلات الإنسانية جد كتير بتساعد انه الواحد يكسر هاي البيئة بطريقة ما. بس انك مشتغل بانكير ببنك هاي بقى قصة. انت بديان بانكير معلم؟ بديان بانكير انت خريج شو بهالحالة؟
انا دارس اداره اعمال، اوكي. وقت كنت بالبنك لساتي ماني متخرج، فاشتغلت كتير صغير. اشتغلت لانه هلا فتحوا البنوك الخاصه بال 2005 في حلب، وقدرت ادبر شغل في بنك بيمو، وضليت فيه لبين ما طلعت من حلب لل 2015. 10 نهار لابس سنين انت كرافات. كنت مشتغل بنكير. يس، واو. لابس كرافات وطقم وعم بعد مصاري في حلب، عم بتحمل نكتة الحلبية كنهار، يلي كنهار بيجوا بيقولوا لي انت شكلك امك داعيت لك تلعب بالمصاري كنهار بنفس النكتة، وانا بضحك من وين اجت الكوميديا. من كثر ما من كثر ما تعرضت لهي النكتة فلقت. واو. بس ايه، اشتغلت بحلب، يلي بيعرف حلب اشتغلت بمنطقة المدينة، يعني جنب القلعة، فخلص ما في هي يعني العصب التجارة في حلب، يعني تعرفت بقى على كل العالم. ويس كان في كتير، في ناس هلا بحكي معهم، في ناس اصدقاء كانوا زباين صاروا اصدقاء وزملاء. إيه؟ كانت تجربه مختلفه جدا، وكانت هيك حياتي رايحه. يعني لولا هلا الثوره وطلعت انا من سوريا، كانت حياتي بالفاينانس انا اليوم، اظن ماني متاكد. لانه شوف، بنهايات عملي في البنك انا كنت بلشت اكتب قصص قصيره على الفيسبوك، وبتذكر قبل ما أطلع من حلب دخلت في مسابقة كتابة الخاطرة، وصارت الناس تصوت وكذا. في احتمال كان إنه عن طريق الكتابات أعوج لشي كوميدي، كنت عم بفكر أكتب لبقعة ضوء وهيك شيء. بس الطحشة اللي طحشتها بهالشدة هو بسبب إني سافرت برا سوريا، وأخذت فرص سريعة بتركيا وباسطنبول مع تلفزيون. ريكاردو، حابب اسالك هون سؤال، والامانه هذا السؤال في صديقه سالتك اياه على السوشيال ميديا وانت وعدت انك تجاوب عليه بالبرنامج. فهو فعلا سؤال جميل، سؤال حقيقي، سؤال بمطرحه. انت عم تحكي عن 10 سنين مهنه كبنكير، وعملت هذا الترانزيشن منه للكوميديا. بدنا نحكي شوي عن الترانزيشن هذا، كيف صار، كيف قدرت تعملها نفسيا عاطفيا كمهنة، شلون عملتها؟ هل انت انتقلت من شيء بتحبه لما بتحبه، ولا بالعكس، ولا المشكلة مو هون اصلا؟ وبعدها بدنا نرجع شوي لورا بشنطتنا لل 2011. بس اول شيء جد حابين نحن نحكي عن هذا السؤال اللي سألتك يا صديقتك على السوشيال ميديا. هلا هو تماما، وانتقلت من شيء وجيده انا شاطر فيه لشيء مهم. بحبه بس ماني مجرب اطالع منه قوتي او مراتب. يعني انا كنت طول عمري بشتغل بالفاينانس، وباوقات فراغي بكتب قصص مضحكه، بكتب اشياء خواطر شخصيه هيك مشان تسلاي. فبصراحه ما كانت سهله، وخفت وما عملت السويتش هيك انه قررت يلا رح اترك. مشيتهم مع بعض لمده 6 شهور. ضليت بالفاينانس، اشتغل. انا وطلعت لتركيا اشتغلت مدير مالي في منظمه، وقت اجاني عرض من تلفزيون سوريا اني انتقل لاسطنبول رفضته بالبدايه، وصرت اكتب مع تلفزيون سوريا عن بعد، ضليت بالفاينانس. فصرت امشي شغلين مع بعض، يعني اشتغل بتقريبا 17 18 ساعه باليوم لالحقهم. بعدين واو. شوي صرت اسافر لاسطنبول من غازي عنتاب، هي غير مدينه محل ما كنت اشتغل فاينانس. وصرت كل شوي استمتع اكثر بشغل صناعه المحتوى، واشوف حالي ابعد عن الفاينانس. لبين ما بعد 6 شهور تقريبا طلبت، قويت قلبي وطلبت من تلفزيون سوريا، قلت لهم بدي انا تعطوني يعني راتب يكفيني اعيش باسطنبول واترك الماليه للابد. وهذا الشيء اللي صار. تركت الماليه تقريبا بعد 6 شهور، سلمت حدا تاني دربته، واخذت الكوميديا لمده سنه تقريبا. كنت نهار قبل بنام عم بجلد نفسي انه عجب عملت القرار الغلط، وبلشت شوي ما احب هذا الشيء اللي عم بعمله. يعني قبل كنت استمتع في الكوميديا مثل ما بتستمتع انت. تخيل انت مثلا تلعب طابه مع رفقاتك كل يوم احد وبتكيفوا، فجأة انت تركت جهاد الاخراج وتركت التمثيل وقررت انك تصير لاعب طابه محترف. بتصير كل باس بتضيعه او كل شوطه ما بتدخل تقول انا ايش عملت في حالي، انا كان لازم اضل بشغلي القديم. وهذا اللي صار في شغلي بالكوميديا اول فتره، وخصوصا انه كنا عم نشتغل بشيء حساس اللي هو نقد نظام الاسد. فبيجينا كان تشبيح وسب وامور بتخليني اسال نفسي انا وين، ليش حطيت حالي في هالمكان يعني. لبين ما وعم شوي، نحكي نحن عن 2017 عم 18 نحكي عن تقريبا، الشهر صح؟ الثاني 2018 كانت البدايه مهم. عن بعد. بعدين لاخرت 2018 تقريبا كنت خلص صرت فول تايم، موظف فول تايم
مع تلفزيون سوريا، وما رجعت دقرت الفاينانس من هذيك الايام الماليه، ما رجعت لها. ومعناها نحن ما عم نحكي بس عن 10 سنين، نحن عم نحكي عن 13 سنة أنت عم تشتغل بالمالية نعم. والأمور المالية. وحكيت عن قرنة كتير حلوة اللي هي قرنة الجلد الذات، إنه أنت بلحظة ما بيصير كل غلط أنت عم تعمله، كل طبة بتصير أتقل بكتير. بس ما بتشوف إنه واقعي هذا الشيء فعليا، لأنه البلان بي والسي والدي والاي والاف اللي عندك اياهم كنت انت مكونهم على كارير عمره 13 سنه، هن مش موجودين بكاريرك الجديد. هو في بلان واحد انت عم تجربه، ما في له بلان بي. فبيصير السقوط من شغله او الغلط بشغله بيصير غلط واضح فادح الا شوي. وكمان مثل ما بنعرف اي مهنه جديده بدك تبداها انت ما رح تبداها كمحترف، انت بدك تتعلم، في جزء من التعلم بيصير مع الوقت. صح ولا لا؟ صح. لك بيساعد بهالشيء انه نحن طلعنا من سوريا، وانه انا اساسا الفاينانس اللي كنت عم بشتغله بتركيا هو فاينانس منظمات وفاينانس مؤقت، مش انه انا تركت وظيفتي اللي هي في راتب تقاعدي وفي انا قاعد في بلدي. انا بيجوز باي لحظه تركيا كانت تطالع قرار انه سكروا المنظمات، وهذا اللي صار بالاخير فعليا، ويسكروا المنظمات مثل ما بجوز تركيا باي لحظه تقول سكروا التلفزيونات ويسكروا التلفزيونات. فالاستقرار المهني ما كان عندي بتركيا، ولكن بدأ انك تقوي قلبك وتشيل البلانات على طرف اذا بدك تعمل شيء بتحبه. هون اللي عم بنتبه له شغله، هون ما كتير بحب احكي انه هون وفرنسا وكذا، بس اول شغله بيقولوا لنا اياها اول ما ندخل، اذا حابب تعمل شيء تاني انسى الشيء اللي جايبه معك. بالفرنساويه هلا على عمر ال40-50 في منهم عم بيكبوا شهادتهم وعم بيقرر انه انا بدي اروح اعيش بكوخ واصطاد سمك. انا هذا الشيء اللي بحبه، ليش بدي اعمله اسبوع بالويك اند وانا اقعد اشتغل لنفرض 9 شهور في مخبر؟ عم بشوف ناس كتير لاحقه شيء ممتع بالنسبه لها، بس هذا الشيء برجع بقول لك يتطلب انه تكون في بلد عندك فيها قليل من الاستقرار، مأمن مدرسة أولادك، مأمن شيخوختك، مأمن معاش تقاعدي. يوم انت عم تحارب دائما لأنك تأخذ إقامة ويا بتضل فيها البلد يا لا، فأكيد منطقي تروح للخيار الأسلم أو اللي فيه مصاري أكثر، السيف زون أكثر. يس 100%. وفكرة الخروج من البلد هي كمان فكرة مهمة، إنه اليوم نحن وضعنا كسوريين، وهذا اللي شفناه على يعني كل حلقات شنطة بودكاست اللي فتحنا فيها شناتي ضيوفنا، بنلاقي إنه في قرنة ريكاردو، في قرنة هي جد إنه عم بيتعاملوا من مساحة فيها لا أمان. يعني أنت خلص لما بتطلع من بلدك في مساحة لا أمان معينة أنت بدك تفوتها. مثل ما أنت قلت أنت مالك بقرنة ممكن تاخد فيها راتب تقاعدي وخاصة بظروف سوريا. فخلينا نرجع شوي هيك خطوة لورا ونحكي عن هاي القصة هيك من ورا شوي أكتر. اليوم أنت بحدا حضر الحرب اللبنانية، أهلك حضروا الحرب اللبنانية، أنت انتقلتوا من لبنان لسوريا ضمن المجتمع السوري، ضمن المجتمع الحلبي. حكيت لنا أنه أنت ترعرعت وكبرت وكذا، وفجأة صار 2011 وأنت بانكير، أنت عم تشتغل، وأظني كنت هون متخرج وخالص. شو كان 2011 بيمثل لك بشكل عام؟ خلينا نحكي بمقاييس وقتها أكتر. بالنسبة لي بلشت قبل 2011، بلشت بثورة مصر اللي كنا عم نحضرها على التلفزيون، بلشت مع الربيع العربي بشكل عام. أنا كريكو أنا بعتبر حالي سائر صغير على مجتمعي الحلبي المسيحي بشكل عام. فيوم اللي بلشت الثورة أنا أوتوماتيكيا كنت أخذ ثورة مصر وثورة ثورات الربيع العربي بشكل عام، كنت أنا أخذ أوتوماتيكيا خط إنه الشعب لازم هو يقرر مصيره. لأنه نحن عنا بسوريا، نحن كأقليات هذيك الفترة كنا إيش ما بدنا بيطلع لنا، بس رفقاتي كانوا مسلمين وما زالوا، وكنت حاسس في شيء غلط في البلد. فهي الثورة اللي أنا بلشت من جواتي على مجتمعي وعاداتي وأماكن سهري وطلعاتي ودخلاتي ومع مين لازم أطلع ومع مين لازم أعاشر، كانت أساسا موجودة جواتي. فحسيت الشيء اللي صار بال2011 رغم أنه هو أعظم بكتير من هاي ثورتي الصغيرة، بس قدرت أنا أدخل بأفكاري اللي هي تعارض المجتمع الصغير اللي أنا فيه، وأحط حالي في هذا المكان، وأنه أنا لازم أغير في هذا البلد اللي ممكن نكون كلتنا فيه بني آدمين بدون ما حدا يسألني أنت وين ساكن وأنت ليش هيك لهجتك أو أنت ليش هيك اسمك.
فكان اوريدي عندي الأصدقاء يلي هن يجتمعوا بالخفية في أماكن معينة. حلب تأخرت لا تبلش فيها الحراك يعني، وكنا نروح اجتمع معهم، نقعد ناخد نعطي نقرقر. وكانوا هدول المسيحية القلال اللي يحكوا في هذا الشيء الناس تنصدم فيهم، بس ولكن كان كتير 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 شيء منطقي بالأخير أنا اللي شفته. فطبعا ما قدرت أتحرك بشكل علني وصريح لبين ما صرت في تلفزيون سوريا وصاروا أهلي برا، بس من تحت لتحت بطرق ما عن طريق الكتابة بقصص تحت أسماء وهمية وإسقاطات واضحة. و ايه الوضع كان مو هين لك انك انت تكون في هذا المكان، يعني خلاص انت قطعت للاسف اخر صلات الوصل مع مجتمعك يعني، وهذا اللي صار 100%. وهون هلا في قرنة جديدة كمان عم بفهم عليك، انه في قرنة هذا التمرد على هاي المجتمعات المغلقة شو ما كانت من صغرك موجود. انت ما بتحب هذا المجتمع المغلق، بتحب تكون البلد منفتحة للكل بدون ما حدا مثل ما انت قلت بالضبط انه يسأل عن اسمك ولا يسأل عن حارتك ولا بنايتك ولا انت من وين وكيف. هاد كله ب 2011 انفجر معك، وكمان بنفس الوقت ممكن يكون أثر بطريقة ما على دخولك على الكوميديا، إنه أنت حسيت بقوة عفوا صناعة المحتوى بالأول، صناعة المحتوى والشغل بهذا القطاع قد ايه بيقدر يخلق هذا التأثيرات الصغيرة اللي أنت كنت مبلش فيها بكتابتك، قد ايه بتكبر لما يكون في برنامج، لما بيكون في مسرح، لما بيكون في جمهور. صحيح. تقدر يعني شوف هلا بعد ما سقط النظام كتير اوقات وقت بكون علقان بالسوشيال ميديا ومشاهدات داخلي انه انت وين، نحن اسقطنا النظام، انتم ما عملتوا شيء. انا كتير بختلف مع صاحب المقولة فعليا. صناع المحتوى والتلفزيونات والبرامج التلفزيونية يلي صارت خصوصا الكوميدية وليس الأخبارية عليها دور هائل طبعا، ولكن الكوميدية هي اللي قدرت توصل للعالم اللي خايفة تحضر أخبار. في إلى دور كبير في تحريك الرأي العام وتغييره وشرح بعض الأشياء اللي ما حدا عم يقدر يشرحها أو يوصلها. الكوميديا هي بكل المجتمعات هي شيء كتير وسيلة كتير جميلة لأنك أنت توصل للعالم يلي بتقلك أنا ما بدي أحكي بالسياسة أو أنا ماني داخل في السياسة. فلا طبعا الكوميديا هي لها دور كتير هائل. العالم اللي بتحضرها بالسر والعالم اللي بتحضرها على العلن، فهي شيء عظيم. مشان هيك هذا شيء محبط هلا حاليا يوم اللي أنت فجأة أو أنا قصدي يتم استثنائك من أي شيء بس لأنه أنت ما حملت بارودة أو أنت ما كنت ما كنت عم تتعذب أو معتقل. كل واحد له طريقته في كفاحه وفي صناعة كتير أنا أتفق معك. كتير غريب هذا كمان الشيء اللي عم بيصير اللي انت نوهت له. بس خلينا نحكي هون، انت لما انتقلت للتلفزيون، لما بلشت فول تايم جوب، شغل كامل بدوام كامل عم تشتغل بالتلفزيون بصناعة المحتوى، بصناعة محتوى خلينا نقول هو كوميدي سياسي ساخر اجتماعي، كمان وحدة من تعريفه اجتماعي. لما انتقلت لعمل إنتاج تلفزيوني عن طريق برنامج نور خانم، كيف حسيت الفرق اللي صار من التأثيرات الصغيرة اللي انت كنت عم تحاول تعملها قبل 2011 وبعد 2011 لأنك تنتقل لهيك مرحلة من الصناعة وهيك مرحلة من صناعة المحتوى، انه يكون في تلفزيون وفي برودكشن ضخم؟ هل هذا الشيء جد بيفرق بقوة اللي عم تحكيه، بيفرق بالتفاصيل هاي؟ وشو عطتك، شو علمتك هاي التجربة؟ هلا قبل ما ادخل في التلفزيون كان تاثيري كتير اضعف، كان تاثيري كله يصب حوالي اللي هن يا جماعه نحن كمسيحيه ما لازم دائما نفكر بهي الطريقه. كانت هي حربي صغيره. وقت صرت مع التلفزيون صار في ادوات هائله تحت ايدي اللي هن ادوات البرنامج. اولا البرنامج السياسي الساخر الوحيد او البرنامج التوك شو الوحيد اللي كان عم بيحكي فيها كنا نحن جو شو بيحكي الجانب المصري العربي اكثر، ونور خانم لحالنا نحن كنا. شو اعطتني التجربه؟ اعطتني كل شيء. قبل انا ما كنت عندي اي فكره ايش يعني كاميرا اساسا، ولا كان عندي فكره ايش يعني تصوير، ولا شو يعني كتابه. بتذكر اول مره رحت كاتب اول سكتش للمخرج تبع نور خانم،
كان مطلوب مني سكتش 10 دقائق، جبت له شيء 40 صفحة ومبسوط أنا يعني، وهيك خير أذن. قال لي إيش يعني؟ قال لي ما بنقدر نصور كل هذا، مستحيل. مسكه وشال، بتذكر لهلا كان هو شوي عنيف يعني، شال 10 صفحات من النص شقهم، قال لي راح أصور الباقي. قلت له ما لهم أي معنى إذا بتصورون هيك. قال لي تماما مثل إذا أعطيتني هون 40 صفحة، ما حدا راح يفقدوا التركيز فيهم، بدنا شيء قصير. فتعلمت الفرق بين الكتابة السردية اللي أنا كنت فيها بكتب وما بوقف، لأنه تعمل شيء سريع وبانش لاين وله فكرة. تماما على فكرة مثل الفرق وقت جربت أول مرة أكتب ستاند اب كوميدي، كل شيء كتابته مختلفة. بس عودة للتلفزيون، الأدوات مخيفة. وفي شغلة كمان، إنه ما زلت كنت مدلل بالتلفزيون أنا يعني. يعني ما بدي أقول لك إنه أنا كنت مثل أي موظف يعني. دايما بحس حالي أنا مدلل بطريقة ما بشغلي، بس بالتلفزيون لأول مرة حسيت حالي، ويمكن أنا غلطان، إنه مدلل لأنه في عندي أدوات معينة ممكن أوصلها. يعني مو لأنه والله ريكاردو حلبي مسيحي. حتى اشتغلت باسم وهبي بالبداية على فكرة، اشتغلت باسم عبد الغني يوشي. عبد الغني هو ترجمة ريكاردو، بابا بزماناته قال لي ريكاردو يعني غني، فعبد الغني. ويوشي كان القط تبعي، كان عندي قط في تركيا، فسميت حالي عبد الغني يوشي. وبلشت أكتب بالبداية مشان أهلي كانوا لساتهم في سوريا باسم عبد الغني يوشي. فما أظن هو لأنه بده واجهة مسيحية كان في التلفزيون، بس بطريقة ما عندي كان أدوات غريبة يعني. إن كان إيماني في هدول الدمى، برنامج الدمى ما التلفزيون فورا أنتج لي، رحت أنا ورفقاتي أخذنا أدوات وكاميرات وكذا، وصورت بايلوت لحالي، ورحت مثل ما هو قدمته للتلفزيون بعد نور خانم. قلت لهم أنا بدي هاد، ما في، أخذت عليه موافقة بعد 10 دقائق. فالوضع كان كتير إنه خلص هذا الزلمة عنده أشياء جديدة، فلا حدا يعرقل له شغله. فكنت بصور بأوقات جيدة، وش بدي بحكي، ما حدا بيقرأ وراي يعني. أحيانا تطلع حلقات فيها بعض الكلمات يقولوا لي أنت شلون سمحوا لك يا التلفزيون، أنا ما بعرف. فكان عندي ضوء أخضر في طريقة كتير جميلة، وهذا الضوء الأخضر خلاني أتعلم أكتر وأكتر. تعلمت مونتاج، تعلمت شيء له علاقة بتسجيل الصوت، لأنه أنا بعدنان وسوسن بقعد مع مهندس صوت وبنطلع طبقات. تعلمت شيء له علاقة بالغنى، صوتي بيهوي أنا بس وقت بغني بعدنان وسوسن. تعلمت كيف واحد لازم يغني مع نوطة وهيك قصص. وتعلمت إيش يعني راكورات، وإيش يعني تصوير، ومؤخرا إيش يعني إضاءة. وأخذت كل هدول وجيت فيهم لتركيا لقدرت أعمل. طبعا تعلمت شوي من كل شيء، ما تعلمت ماني محترف بولا شيء، بس قدرت على الأقل أصير صانع محتوى، أقدر أطلع هذا الفيديو يلي الناس عم تشوفه اليوم على الانستغرام. ويمكن تحسه سهل انه واحد حاط كاميرا، هو فعليا بياخذ شغل خبرة عالم كتير مهمين بالتلفزيون تعلمت منهم، ومن بيناتهم انت مستر جهاد يعني. دخيل ربك سو انت بتلاقي انه التلفزيون ضاف لشنتتك انك انت صرت عندك إلمام ومعرفة والقدرة على التعلم، أشياء كتيرة بتخلي عندك القدرة بالأخير أنك تكون صانع محتوى مستقل. صحيح، فينا نقولها هيك. صحيح. ولهيك يوم بيصير فيه أغلاط في هذا التلفزيون، اللي هو بيصير فيه كتير أغلاط لأنه هو التلفزيون الوحيد، ويصير فيه أغلاط مصايب أحيانا. بعيش صراع هائل بين إنه هذا التلفزيون فعليا يلي بسببه أنا بالمكان الموجود، بس بنفس الوقت ما بقدر أسكت عن هالشي الغلط اللي صار بغض النظر شو هو. وتعرف مثل ما قلت السوريين دائما لازم يطلب منك موقف، انت مع التلفزيون لضد التلفزيون. لك يا اخي ما نيا ضد التلفزيون سوريا سكروه، او مع تلفزيون سوريا، بنقدر نكون هيك وهيك. ونفس الشيء هلا بالسياسه يعني، انت بدك تضل معارض؟ لا، انا معارض لهالعمل اللي صار، انا معارض لهالتصرف اللي صار، انا معارض لترتيب الاولويات الافشل اللي صاير. ولكن ما يعني انه انا لازم ما أقدر أطلع في وش هالتلفزيون أو هالحكومة. فهذا الشيء بيخليني أعيش صراع خصوصا مؤخرا. طيب يعني بما أنه عم نحكي بهاي المساحة ريكاردو، خليني أسألك سؤال، ولو هو نحن بالعادة بنمشي على تايم لاين أكتر بالبرنامج، بس لا خلي الأسئلة عم نجيب بعضها بهالتايم لاين كمان، ما يعني مش بطالة الفكرة. فخليني أقول لك إنه جد اليوم أنا بعرف قد إيه أنت في رغبة جواتك إنك تزور سوريا بعد التحرير، ومشكلة الأوراق اللي أنت فايت فيها بفرنسا هي شوي عم تمنعك من هذا الشيء. بس شو اللي ممكن الشيء اللي ما يخلي ريكاردو
بعمره يفكر بالاستقرار بسوريا، حدا بيصنع محتوى كوميدي، حدا بيعرف يشتغل مع التلفزيونات، حدا بيعرف يعمل انترتينمنت على الأرض، حدا بيعرف يوقف على مسارح، حدا عنده على السوشيال ميديا كونتنت، حدا بيقدر يكون قريب من كتير شغلات عم تصير على الأرض بكونتنت عم يعملوا من فرنسا. وهذا الشيء ما أنا عم بيحكي الجمهور موجود عندك بيقولوا هذا، يعني على الريلات إذا أي حدا يفتح التعليقات وهيك، أو من كمية المشاركات اللي بيعملوها العالم للأفكار اللي أنت بتحكيها. طيب شو الشيء اللي ما بيخلي ريكاردو يستقر بسوريا؟ يعني هو جد شو الشغلة المصيرية اللي بتحس إنه هي إذا مش موجودة أنا مالي قدران أشتغل بهاي البلد، ومالي قدران مثل ما أنت حكيت عن فترة 2011 وبعدها، مالك قدران تأثر حتى بمجتمعات صغيرة أو كبيرة بسوريا؟ هلا اشتغل بسوريا، بقدر اشتغل بسوريا دائما طبعا طالما في مساحة امان وحرية، عم نحكي بالمنطق طبعا. بس اعيش بسوريا واكبر واختير ويعني اقضي باقي حياتي في سوريا غير اشتغل في سوريا. اشتغل في سوريا دائما موجودة الفكرة، بس اني اعيش واستقر هنيك هي لها علاقة في هل انا بدي اعمل اليوم، هل انا بدي اعمل عيلة ولا لا. يوم اللي انا بدي اعمل عيلة ويكون في عندي زوجة واولاد، فبدي افكر شوي ابعد من شغلي وابعد من احلامي وابعد من النوستالجيا تبعيتي. بدك تعرف هلا انه انا اليوم اذا جبت اولاد فهن ما دخلهم في كل هالحب والعاطفة والنوستالجيا اللي انا عندي. فهل هو افضل خيار اعطيهم اياه اليوم سوريا؟ هل أفضل نموذج اليوم أعطيهم إياه للحرية وللتعليم وللاحترام وللتعايش هو سوريا؟ هذا الشيء بيبين يوم اللي أنا بيكون عندي عائلة وبيكون عندي أولاد. إذا هالثاني أنا اليوم كان عندي أولاد، أنا اليوم ما برجع لسوريا بصراحة، برجع كريكاردو لحالي، بعيف عائلتي يمكن هون، برجع بساهم في دوري في يمكن أقول صناعة محتوى معين. وأساسا أجاني مشاريع من وقت ما مشاريع ما لها أي معنى، من وقت ما سقط النظام 9 الشهر كان في ناس تتصور، ما بعرف روقوا وين تصوروا، لسه ما في كهرباء يعني. فإيه ريكاردو يلا نزيل نعمل موسم جديد وبدنا خلصت ونجحت وخلص نجحت كل شيء. وقت هرب بشار صرنا جنة نحن. قلت له الروق أنا لو معي وراه بنزل لأنه بدي أشوفه، بدي أحتفل، بدي أنبسط، بنزل لأنه عواطفي بالأراضي عم ببكي كده. بس هل أنا أنزل مشان لأنه هلا لازم نشتغل فورا؟ خذوا أعطي يعني روق شوي. طيب أحمر بالخط العريض، أنت أخذ قرار بحياتك إنه أنت بيوم من الأيام ممكن تستقر وتعمل عائلة، ولا صعب هذا الشيء؟ لا شو رأيك بالقصة؟ ممكن لا ممكن، أكيد ممكن. حتى وصلت له الأكثر من مرة بحياتي. وصلت له مرة في سوريا، يعني وصلنا لمرحلة الارتباط، ووصلت له مرة في تركيا. ولكن كل مرة عم بيكون العائق هو نحن وين وبكرة نحن وين. يعني ولا مرة من هالعلاقات كانت في بلد مستقر وأنا فيها عارفان حالي وين رح أكون بعد فترة صغيرة يعني. فبس إيه، أنا بحب، أنا شخص هلأ بيتوتي يعني، بحب يكون في عندي، بحب أنا يكون في عندي عائلة وهيك شيء يعني. شوف أنا العائلة السابقة تبعيتي اللي هي عائلة أهلي يعني وعائلة ستاتي، هي شغلة كثير بشوفها جميلة رغم إنه مفرفطة وما بنتفق بكتير أشياء. بس في عندي حب هائل أنا لعائلتي، وما بعرف هل أنا جاهز ليكون في عندي أولاد يعطوني هذا الحب وشو راح أقدر أقدم لهم بالمقابل. لساتي ماني متأكد، بس إيه بحب. طيب بتمنى شو بيقولوا هون؟ بيقولوا شو بيقولوا بالعاده هون؟ ما بعرف شو لا بدك اتجوز في يعني. في هون تطبيق في تطبيقة كلام بيقولوا ما شرط يقولوا شيء، خلص انسى. طيب يا حب، معناته بنرجع لهي القرنة. شو الشغله اللي بتمنع ريكاردو حتى انه يشتغل من سوريا؟ شو الشغله اذا ما كانت موجوده بتمنع حتى ريكاردو انه يشتغل بسوريا، مو بس انه يعيش فيها ولا لا؟ يعني اليوم نحن قدام بلد جديده. ليش عم بسأل هالسؤال؟ خليني نستفيد بهاي القرنة أكثر. اليوم نحن عم بعد التحرير سوريا صارت بلد مفتوحة بكل خياراتها، مو بس بلد مفتوحة اقتصاديا، بكل خياراتها مفتوحة. أي قرار بناخده هلأ بأي اتجاه وبأي قطاع رح نتحمل مسؤولية القرار 5 سنين 10 سنين. في قرارات ممكن نرجع عنها، في قرارات كذا، ولكن هي بلد هلأ على الصفر. أي شيء عم يتعمر قد يكون صعب انه نبدله بعدين، بس هلأ في عنا القدرة انه نختار اي قرار واي خيار باي مجال. ف
اليوم واحدة من الأسئلة اللي بحب أسألها لكل الضيوف إنه جد أنت شو بتحس سوريا محتاجة لتخلق جو مناسب لاختصاصك ليكون في هي التجربة الحلوة اللي عم نحكي عنها معك عن هي الشنتاية لحدا بسوريا عمره 19 20 سنة يبدأ هذا الطريق. شو محتاج بسوريا؟ سوريا كبلد شو محتاجة؟ أو شو الخطوط الحمراء خلينا نقول الريد فلاجز اللي بتمنع هذا التطور بمجالك يصير؟ أنت حدا بيصنع محتوى، حدا كوميديان، حدا بيشتغل على المسارح، وحدا بيشتغل من وراء شاشات السوشيال ميديا والتلفزيون. فأنت بتحس إنه هي المساحة لتكون مساحة عم بتساهم مثل ما أنت حكيت كمان عن الدور اللي كنت بتحب تلعبه قبل 2011 وبعد 2011 بهي المرحلة، إنك تأثر ولو بشكل طفيف على المجتمعات اللي أنت عايش ضمنها وجواتها وعم تأثر وتأثر فيك. فشو اللي محتاجه؟ شو الشيء المستحيل القصة تصير من دونه بسوريا بهذا المجال؟ ببساطة حرية التعبير يعني والنقد. غير هيك كل شيء بينحل، كل شيء بينحل، غير انه انت ما تقدر تعبر عن حالك ويكون في خطر على حدا بتحبه او على حالك بطريقة ما، إن كان سميناها لهي الطريقة مخابرات من زمان، نيل من هيبة الدولة، أخطاء فردية، يلي بدك تسميها. طالما هذا الشيء موجود ففي خطر إنه الزلمة ينزل على أي زلمة فينا ينزل على سوريا ويشتغل. وطالما حكينا أنا ماني نازل أشتغل أرجع أفتح معملي أو أرجع لورشتي، أنا نازل أشتغل في هذا المجال يلي بسببه أخذت لجوء بفرنسا. أنا بفرنسا كيف حصلت على اللجوء؟ ترجمت حلقات نور خانم، ترجمت 4 حلقات نور خانم، وترجمت التعليقات والتشويح اللي كان يجيني للغة الفرنسية وقدمتهم لفرنسا. خلال شهر كنت أخذ لجوء، لأنه بهذا البلد شايفين أنه أنا فعلا في علي خطر إذا رجعت لسوريا. أنا اليوم ماني شايف هذا الخطر، بس برجع بقول لك أنا ماني كل شيء. أنا اليوم شخص مسيحي حلبي، بس في ناس لسه شايفة هذا الخطر. أنا بشوف إنه أنا لازم أقدر أنزل أحكي وأقول كل شيء. أنا اليوم بالمسرح هون في فرنسا قدام سوريين عم بحكي كل شيء، وبكل شيء أنا ما أنه هون جاي مشان أكسر من هيبة دولة أو نظام. أنا من قلبي أتمنى لهذا النظام، خلينا نحط هيك شغلة على طرف، إنه ينجح للجميع، مو ينجح بطريقة لأجندته الشخصية. تماما أنا بدي ينجح، وبعد إيش بده يصير. أنا مشتاق لسوريا الناجحة، مشتاق لسوريا المستقرة. أنا رغم كل الأخطاء اللي عم تصير بهذا النظام، كل ما عم بشوف سوريا بمكان جيد على المستوى العالمي، إن كان رياضيا، إن كان فنيا، إن كان تكنولوجيا، تدخيل 5G والقصص، هي أخبار يمكن تكون بسيطة قدام كل شيء مرينا فيه، بس من جواتي بنبسط. بغض النظر مين النظام، هي سوريا رجعت على خارطة معينة كانت مخفية عنا صار لها فترة. فأنا بتمنى من هذا النظام ينجح. عم بيعمل أشياء هذا النظام، إن كان أنا بالنسبة إلي اليوم إذا كنت في أكثر حالاتي متفائلة، هي إنه أولوياته ملخبطة، خليني هيك بس أسميها. بس غير هيك أنا ماني جاي مشان أهده، ولا الكوميديا تبعيتي موجهة ضده. أنا هون بتفرج على أشياء معينة، مثلا رؤساء أو وزراء قاعدين بالمسرح بيتفرجوا على كوميديان عم بينقدهم بطريقة فظيعة، وبعد المسؤول هون بيسقف والعالم بتسقف معه، لأنه شغلة مضحكة. بتمنى من أنا واحدة من الشغلات اللي كتير حلوة اللي بحس إني حضرتها، اللي هي باسم يوسف في تجربة البرنامج لما كان عم ينقد نظام الحكم بمصر من قلب مصر، بيقول يا جماعة إنه إذا هي النكتة رح تهد دولة، فنحن ما عنا دولة أصلا. يعني اليوم النكتة واليوم النقد الساخر هذا والنقد الكوميدي هذا لازم ما ينال من هيبة الدولة. يعني المفروض إنه الدولة هي أكبر من منظومة نكتة، يعني صح ولا لا؟ صح، بس بنفس الوقت نحن في مرحلة كتير حساسة، ونحن لساتنا ما بنعرف الفرق، مو لأنه نحن غشمة يعني، بس لأنه نحن في مراحل انتقالية كتيرة. يعني صعب كتير صعب نميز الفرق بين إنه نحن عم ننقد أو نحن بس عم خلينا نقول إنه نكسر أركان شيء عم بيحاول يعمل استقرار. وبفهم هذا الشيء
كتير بفهمه، لأنه أنا دايما أتهم فيه من أيام بشار الأسد. دايما أنا أتهم أنه أنا شغلتي أهد الاستقرار وأركان الدولة، وأنا اليوم هلا شغلتي لأني مسيحي فجأة. لازم نعرف هاي الشغلة، إنه أنا صرت همي إنه أنا صارت حربي ضد السنة لأنه النظام سني، مع إنه أنا تقريبا من 2009 فقدت معظم أصدقائي المسيحيين. حياتي أنا ما بعتبر حالي أنا أنتمي لدين معين، أنا عندي ذكرياتي بسبب هذا الدين، وعندي نمط عادات اجتماعية بسبب هذا الدين، بس غير هيك لا أنتمي لأي شيء غير لأنتمي لحلبيتي. خليني أقول أنا حلبي أكثر من مسيحي. طيب أنا كتير قول. بحب بلدي، بحب المكان اللي ربيت فيه أكثر من ما بحب طائفتي. ما بتعني لي أي شيء بصراحة، نمط تربية وكيف أهلي ربوني. طيب هون ريكاردو خلينا نروح لقرنا شوي تكنيك، بس هي تكنيك على مستوى الكونتنت. وين جد بتكون حدود الكوميديان؟ يعني اليوم نحن عم نحكي انه الكوميديا هي لازم ما تهد دولة، وعم نحكي انه الانتماءات، حتى انتمائك اللي انت كنت عم تحكي عنه كذا. طيب وين حدودك ككوميديان بين انتماءاتك، بين أصدقائك اللي هن مختلفين، بين البيئة اللي أنت جاي منها اللي هي فيها شيء من الانغلاق على نفسها مثل البيئات التانية السورية الموجودة، بين أنك أنت حدا سافر بين كذا دولة وسكن واستقر فيها واشتغل فيها، وبين أنك كوميديان؟ وين بتصفي حدود الكوميديان بين كل هالقضايا؟ وأظن هاي شغلة كتير مهمة، وأظن أنتوا لازم تناقشوها معنا. يعني أنتوا ككوميديانز البلد اللي بتنعدوا أظني على إيدتين، ما بتنعدوا أكتر من هيك، أو على إيد وحدة، لازم تشرحوا لنا وين حدودكم. لأنه في ناس هلأ كمان بسوريا وبرا سوريا، وحتى بتجربة يولو لما كنا عم نحاول نخلق شيء باسطنبول العلاقة بالمساحات، وجزء من هاي المساحات كانت للكوميديا، وعملنا مسابقات ستاند اب كوميدي وغيره وكذا. جد ما في حدود واضحة للكوميديان. ما رح أقول للكوميديان السوري، أتمنى أنه نفهم هويتنا كمان ونحن عم نعطي هاي الحدود، ونقول شو حدود الكوميديان السوري، بس خلينا نقول شو هي حدود الكوميديان من كل هالقضايا السورية. أنا بشوف الحدود الكوميديانز أول شيء تختلف حسب رسالتك أنت ككوميديان. إذا أنت رسالتك هي انترتينمنت وتضحيك العالم فقط، أو هي رسالتك إنه زيادة وعي معين أو توصيل رسالة معينة، أو إذا عم تشتغل لأجندة تلفزيونية أو إعلامية معينة. بس بشكل عام إذا شلنا كل هدول على طرف، ولنفرض أنت شخص ملياردير ومعك مصاري وما بيهمك أي شيء، ما بيهمك الراتب ولا المبيعات ولا البلد، وبلدك بخير. أنا كريكاردو بشوف إنه الكوميديا هي سيرفيس، هي ما منتج ملموس، هي منتج حسي، سيرفيس. فمثله مثل الأفلام، هي لازم تتعلق بمين المستقبل. أنا أنا الشيء اللي بيضحكني غير الشيء اللي بطرح لك إياه مشان يضحكك. فأنا بشوف كريكاردو كيف بشتغل. وقت ببني عرض لعالم، بحط الحدود تبعيتي هي ذوق العالم زائد واحد، بطلع درجة صغيرة فوق ذوق العالم. يعني لنفرض هذا الزلمة ما بيقدر، خلينا نحكي بالمشرمحي، ما بيقدر يقول كلمة طيز، ما بيقدر يستحملها. فأنا ما بدي أجيكره وأجي أرجعه على البيت متضايق من الصبح للمساء، عملت له سكتش كوميدي ما بيحكي غير على المؤخرات. ولكن أنا ما بعطيه تماما، أنا بوصل الشيء اللي بدي إياه. المفرد بقول له طنونة، بقول له شغلة، لبين ما أوصل الشيء اللي بدي إياه. بعطيك مثال جدا جدا بسيط، وهكذا قيسة على سياسة، قيسة على كل شيء. بالأخير أنا بدي هذا الشخص يطلع مبسوط ووصلانته الرسالة أو الشغلة اللي عندي إياها، ما بدي يطلع أقحمه إياها في الصرماية. لا، أمريكا هلأ صاروا عم بيطلعوا بالزلط، فأنت لازم تقبل، وإذا أنت ما قبلت أنت مانك فهمان. الدنيا زواق. فأنت إذا قدامك عالم ذوقهم هيك، بدك تعطيهم هذا الذوق. كان عندي عرض من شي جمعتين ثلاثة قدام مجموعة أطباء سوريين، أصغر واحد فيهم هو أنا، عمري 43 سنة. لا تماما، أنا بدي أطلع أحكي لهم عن التندر وطبقت وحدة قام طلعت بدها تريسم. ليش بدي أدخل لهم في هالقصص؟ خليني قعدت أحكي لهم النكتة اللي هن بيحبوها، ودخلت لهم في قصص سرية المريض. وهل أنتم فعلا عندكم سرية المريض وما بتحكوا لحدا عن أعمالكم؟ طب إيش بتحكوا بين بعضكم؟ ما عندكم أي شيء بتحكوا لبعض إذا ما. دخلت في قصص إلها علاقة بالطب وما طب، وتطرقت لكان موضوع شوي أتقل من اللازم بالنسبة لأطباء. بس يمكن هذا العرض إذا أجوا حضروه جماعة يولو أو جماعة اسطنبول،
كمان انت وانا عندنا تجربه مع بعض. العرض، في عرض عملناه انا وانت مع بعض مرتين، عملناه مره باسطنبول ومره بعنتاب. العرض كان صحيح. مختلف 180 درجه بس مع نفس الروح. فالحدود الكوميديا هي حدود جمهور الكوميديا. انت بدك الناس مبسوطه، انت وقراءتك لهالعالم، واذا بدك عندك رساله طلع نقطه فوق. انا بالنسبه لي طلع نقطه فوق ذوقهم، اسحبوا النقطه لعندك بس لا تشطح كثير. لا، هذا اللي بشوفه. والله أنا كتير بوافقك كمان، لأنه في تجربة. يعني أنا بلشت شغل مسرح من سوريا، من أيام سوريا. يعني بهي دائما بقولها هيك، إنه نحن جد بسوريا كان في شكل مسرحي واحد عم بيعلمونا إياه، كان في منهج مسرحي واحد عم بيعلمونا إياه، كان في حالات خاصة وشاذة عم تشتغل لحالها، حالات مختلفة بس المنهج العام، الكتب الموجودة بالسوق، بالبسطات، المعاهد شو عم بتدرس، شو المسرحيات اللي عم بيتوافق عليها، هي كلها باتجاه واحد، اتجاه. فلما طلعت برات سوريا كان جد صعب انه انا افهم طيب شو الصح، لما صرت انصدم بمسرحيات عم بتصير بتركيا، ولا خاصه وقتها كمان الانترنت فات حياتنا بقوه اكثر، وصار فيني اشوف عروض اوبرا ومسرح على الانترنت. انه يا الهي، ما عاد في صح وغلط هيك. يعني لانه نحن كنا معتبرين الشكل الواحد اللي عم ناخده بسوريا المسرحي هذا الصح، اي شيء تاني هو غلط. بس لما عم بتشوف قد ايه قوه تاثير الاشكال التانية، بتضيع هون وين الصح والغلط. فشو المقياس تبعي كحدا بيعمل هذا الكونتنت المسرحي؟ شو المقياس تبعي لأعرف انه اللي انا عم اعمله مناسب ولا لا للعرض؟ تماما وصلت لنفس النقطة اللي انت عم تقولها، اللي هو الجمهور. انا لازم افهم مين الجمهور اللي عم يحضر هذا العرض، هذا العرض لمين بده يكون. وهون فيني روح معك لنقطة تانية، اللي هي كمان نحن حكينا فيها شوي بالتحضير، ولكن ما استرسلنا فيها، وبلاقي انه قرنة الاسترسال حلوة رح تكون هون، ما بعرف. اللي هي طيب، نحن محتاجين طريقة. ما أنا كمان ما فجأة أنت عم ترعد عندك. هي انا عصبت شوي، عادي يلا. أوكي. فبطريقة ما إنه الطريقة هي بدنا نتعلمها. ما فيني أنا أخترع طريقة جاهزة، ولا رح يكون عندي طريقة جاهزة. بدي أقعد أجرب طرق كمان ليكون عندي أرشيف من الطرق اللي بتزبط مع الجمهور السوري اللي بيحضرني. مثلا إذا كنا عم نحكي عن جمهور سوري له علاقة بالكوميديا، وأنت حكيتني عن نقطة إنه في جزء من الكوميديانز، ما بعرف قد إيه هو كبير وصغير، هلا رح تحكينا عن الموضوع، بينسخوا على مدار الحالة السورية، نسخوا كتير من الكوميديا اللبنانية، والأكثر أكثر أكثر انفتاحا نسخ من الكوميديا الأمريكية. فهي القرنة قد إيه هي شغلة إيجابية أو سلبية عملية النسخ؟ هل عادي إنه نحن بهي الفترة بهي المرحلة ننسخ كيف العالم بتقول نكتة، كيف العالم بتعمل ديليفري لجمهورها وهي القصص، لبين نلاقي طريقتنا، ولا لا ما بيصير نكون هيك؟ يعني هلا ما في شيء اسمه ما بيصير. اذا في جمهور قدامك عم بيحضر ومبسوط، لانه مثل ما الكوميديا نسخ او تاثر بطريقه النكته الامريكيه، في جمهور عندك هون في اوروبا او حتى في سوريا فجاه نسخ طريقه الحياه الامريكيه، فهذا الجمهور بده هاي النكته. بس هل هن كتار؟ في شغله، جهاد السوريين كثير صعبين بسبب تنوعهم الهائل. تنوعهم مو طبيعي. يعني ما في سوري إلا عنده خبرة مختلفة وخلفية مختلفة، وبالتالي النكتة اللي بتضحكه جدا عم تكون مختلفة. النكتة السورية الشاملة اللي نحن كنا نفكرها شاملة مثل مثلا كوميديا فصول الأربعة، هي كوميديا كتير كتير ضيقة لبعض العالم، ما هيك كل سوريا. أنا اليوم هلا أنا طلعت وعايش بسوريا مع جزراوية، مع شوايا، مع أكراد. نموذج مثلا الكوميديا تبعت الفصول الأربعة ما كانت لكلها العيال، تشبه عيال معينة. وبالتالي سوريا منوعة كتير. في قسم كبير من السوريين في أوروبا وفي أستراليا، أمريكا، كندا عايشين هاي الحياة يلي هو مرافق تنتين بنفس الوقت، والبنتين سامحين له يكونوا مع بعض وبدهم يناموا أربعتهم مع بعض. بس أنا هاي النكتة إذا جيت قلتها بكلاب هون فيه 20-30 واحد مثلي، هل أنا هي رسالتي في الحياة؟ هل هذا هو جمهوري؟ إذا أنا بدي أجي أحكي على الأكترية السورية، أنا بشوف إنه لا، الأكترية السورية ممكن نروح لأشياء تانية أبسط، العلاقة بتعليمنا، العلاقة في تربيتنا، العلاقة في أشياء تانية. بس أنت عم تختار أمور سبيسيفيك أو محدودة. رحت لصوت الراب. أمور محدودة كتير. فبتعرف مثل إيش جهاد؟ مثل كأني فتحت مطعم شاورما أو فتحت مطعم تشاينيز صيني. هل السوريين ما بصير ياكلوا صيني؟ بزماناته فتح بحلب مطعم صيني.
كنا ناكل عنده 7 أشخاص وجنبنا كان مهروسة الناس فوق بعض عليه. أنت عم ترضي ذوق كتير specific، بس ما أنه غلط. أنا ما بشوف في شيء غلط. أنا اللي بشوفه إنه أنت كبزنس أنت كتير حصرت حالك. تعرفوا لجون أشقر؟ في جون أشقر كوميديان لبناني لاعب صار كذا مرة طبعا. باسطنبول. هذيك المرة أجى لاعب هون باليوم، قعدت حضرت عرضه كاملا، أنا فتحت له العرض وزلمة جدا لطيف. يعني من أكثر العالم اللي بيساعد الكوميديانز التانيين. ما في كلمة ممكن تزعج أي حدا في عرضه. العرضه بيقدر يحضره ولد عمره 10 سنين وممكن يحضره رجال كبير في العمر. ما قال كلمة غلط. قلت له أنت عرضك للجميع؟ قال لي أنا ما بطلع على الأعمار ولا بطلع على أي حدا، مين ما كان بدخل على عرضي. فبجوز النكتة تبعيته ما تكون بيكيفوا علي جماعة اللي بدهم نكتة تقيلة أو زعرة، بس بنفس الوقت هذا الزلمة وين ما بيروح بيقدر يلعب كوميديا وبدون ما يسأل وبدون ما يضايق حدا. فايه هي التجربة جهاد أنا ماني مع. أنا كريكاردو بشغلي ماني مع النكتة الغربية 100%، لأنه أنا جمهوري مانو غربي 100%. فأنت بتشوف يعني هو السؤال المنطقي اللي هلأ ممكن أسألك إياه إنه طيب كيف ممكن نعرف الطريقة اللي بتنقال فيها النكتة السورية أو نتعلمها أو نفهمها؟ فأنت شايف إنه هذا بيحدده الجمهور يعني في في بالأخير. في نكتة عامة لها علاقة. مثلا مم. أنا هون إجباري تشتغل معي نكتة الهجرة، لأنه ما في حدا هون غير مهاجر مثلي. فإذا جيت أنا حكيت على مشاكل الاندماج، على الفوقية الأوروبية، على الإنسان الأبيض، راح يفهموها. هدول نكت المهاجرين هون. أما إذا أنا كنت في حلب فما راح تنفهم هاي النكتة هون. 100%. ففي نكت لها علاقة بالمكان والزمان اللي أنت عايش فيه. في نكت لها علاقة إجباري كانت تطلع نكت لها علاقة على التحرير. نكت في فترة من الفترات في نكت لها علاقة ببشار، بالطريقة اللي هرب فيها بشار. بدك تكون اوريجينال، وبدك ما تسترخص. في نكت رخيصة وسهلة جدا جدا جدا. يعني يلي لليوم بيحكي على نكتة انه بشار بيلدغ بحرف السين او انه ابنه جحش بالرياضيات وكذا، هذا استرخاص. انت ما عندك شيء اوريجينال تروح لعنده. في نكت مم. كثير كوميديا هي شغله. الجمهور قد ما كان عادي ذواق له، بيعرفك انه انت بندوق وعرفت تجيب له شغله من تحت الطاوله يعني وفرطته انه الضحك فيها. هلا بتعرف هون انا عم فكر بقصه تانية كمان. عم فكر انه فعليا هي مشكله يعني انت من الناس اللي شوي كنت عم تحكي بمشاكل العلاقه عم بتصير بقلب سوريا بعد التحرير. انا من الناس اللي بحكي بيني وبين رفقاتنا كذا هيك في ناس بتحكي. بتعرف تماما في جمله قبل شوي انت مرقتها انه نحن جد نتمنى لهي الحكومه تنجح، وهون نحن ما عم نقول نتمنى لهي الحكومه تنجح لانه نحن مهتمين باشخاصها انه ينجحوا او كذا. نحن عم نحكي على فكره انه لما فعلا عم بتفرج انه نحن الشغلات اللي ننقد فيها بالعاده، الشغلات اللي بنقول انه هي مو ظابطه معنا، لانه هي عم بتخلي يكون في طريقه وحده لينعمل فيها الشيء. نحن بس عم نقول دايما انه هاي البلد لما يكون فيها القدرة على انه يكون في كذا طريقة ينعمل فيها الشيء، كذا طريقة ينعمل فيها الكوميديا. فالكوميديان اللي ملاقي هي الطريقة ليضحك جمهوره، ولا الكوميدي اللي ملاقي هي الطريقة ليضحك جمهوره، رح يصير قدران يضحك جمهوره. يكون في كذا طريقة لننتاجر فيها مع العالم، ما نكون بس ملونين بطريقة واحدة، فيكون عندنا اشكال اقتصادية مختلفة. يعني الموضوع باترن واحد، شكل واحد، بس سقطوا على كل كل القطاعات. انه بس يكون في هي التعدديه، الحريه بانك انت تعبر عن نفسك، تجارتك، شغلك، الكوميديا تبعك، الموسيقى تبعك، شو ما كنت عم تعمل بطرق مختلفه. ولكن برغم شغلات اللي كنت انت عم تعبر عنها عن طريق عدنان وسوسن، عن طريق الدمى او عن طريق صفحتك الشخصيه بطريقه مباشره احيانا، انت كنت تكتب شيء او كذا، بلحظه من اللحظات نزلت ستوري او ريل، ما عاد اذكر ريل او ستوري، انت عم بتقول انه يا جماعه انا ما عاد احكي اي شيء له علاقه بسوريا سياسيا او بالاوضاع اللي عم بتصير او كذا والى اخره، وحكيت انه في اذى معين انت عم تتعرض له. فقد ايه هذا الموضوع بيجرحك، قد ايه هذا الموضوع ما له فير بالنسبه لحدا مثلك. دائما عم بيحاول يكسر هي الدوائر الصغيرة والبيئات الصغيرة اللي هو محسوب عليها، بس ليكون شيء سوري أكتر، يكون وصلان للناس أكتر، إنساني أكتر. وبلحظة ما بسبب انك رجعوك لهي البيئة تماما، لهي القرنة تماما، انت يعني ما بعرف هو استسلام ولا شو هو. يعني انا ما بعرف مقدار الضرر اللي كمان كان عليك حتى اولى بهالسهولة ولا لا. ليك حب، هو احباط.
خليني أسميه أكثر من ضرر. أنا حاليا اللي عايش برا وحابب أشوف سوريا بطريقة جميلة، ولكن في حرب خلينا نقول على السوشيال ميديا لأنه سيادة رأي معين وإسكات أي رأي تاني. ليك جاد أنا وقت بصل صاير لهالمرحلة من الضياع، دائما عم بوقف وبسأل عن السبب، إنه هالعالم ليش عم تهاجم ريكاردو، أو ليش عم تهاجم فلان كونتنت كرييتر أو كوميديان، وليش بغير بلاد بيطلع كوميديان وبيحكي بيتمسخر على وزير، بيتمسخر على رئيس، بيتمسخر على قرار حكومي والناس بتضحك. في شيء استنتجته دايما انا وقت ببحث عن السبب بصل للسبب، بس ما يعني انا ارتحت وانه خلاص بغلي حياتي طبيعيه، بعرف السبب عن فضول، بس هذا الشيء ما راح يغير الواقع. بسوريا نحن بنخاف من بعض مقسمين، يعني المسيحي بيخاف من السني، والسني بيخاف من العلوي، بنخاف من بعض، كلنا بننتمي لبعض وبنقدر نمزح مزحاتنا يلي على بعض. ما بيقدر يطلع واحد يقول أنا عم بمزح مزحة سورية أو سخرية سورية وكلنا نضحك ونعرف إنه هذا الزلمة مننا وفينا ونحن سوريين بين بعضنا ونحن كلنا من بلد واحد، فبنقدر نمزح المزح. هذا الشيء بيصير في أمريكا وحتى بيصير في لبنان، رغم إنه أكتر بلد فيه طوائف وعم بتهبش بعضها في لبنان. وقت عم يطلع الكوميديان معظم الوقت عم يطلع ككوميديان لبناني وعم يحكي لمصلحة الدولة، إن كان شيعي وإن كان درزي وإن كان ماروني. نحن هون عم نضل برعبنا من بعض، وإنه هذا الزلمة هيك عم يحكي لأنه هو مسيحي وبده مصلحة المسيحية، هذا الزلمة مزعوج لأنه السنة استلمت، هذا الزلمة فلول لأنه طائفته علوية والنظام السابق علوي. مستحيل الناس تتقبل بعض، وبالتالي الناس دايما خايفة من بعض. يوم الناس خايفة منك ما رح تضحك لنكتك وما رح تحبك. وهذا الشيء بيصير حتى على المسرح بكل المسارح العالم. يوم اللي انت طلعت وبلشت تنقد لنفرض مجتمع الميم او تنقد الهنود او بيطلعوا هذا اشبه، فبصير في خوف منه، الناس بتخاف منك، ما بتقدر تضحك لك. لازم الناس تنتمي لك وانت تنتمي لهم ليتقبلوا نكتك. سوريين ما عم ينتموا لبعض، فيوم اللي عم نخاف من بعض اول ما تقول اي سخريه رح ترجع انت المسيحي اللي عم تتمسخر لانه انت ما عجبك 1 2 3. كتير صعب نكون مع بعضنا نحن كلنا سوريين وانه عم ننقد بطريقه ساخره مشان نضحك نحن كاهل بلد واحد. هذا الشيء الاستنتاج اللي وصلت له. طيب للاسف يعني للاسف هذا الحادث صار اليوم، وقبل ما نصور بساعات اللي هي كنيسة مار الياس بالدويلعة صار فيها تفجير اليوم. هذا التفجير هو جد تفجير تافه. يعني انت اليوم الناس اللي عم تشتغل على موضوع انك تفجر كنيسة ولا تفجر جامع ولا تفجر دور عبادة، يعني هو جد صار شغلة لازم تكون بقى تافهة بتاريخ سوريا. يعني ما بيصير نفكر بهي العقلية بعد كل شيء صار، انه نأذي بعض بهي الاماكن، لانه ما هذا ما بيعبر عن شيء انك تفجر كنيسة ولا انك تفجر جامع. جد ما عاد يعبر عن شيء بعد كل شيء شافه سوري. بس هذا الشيء صار، وانا جد حابب اعرف شو رأيك يعني باللي صار بشكل عام. نحكي عنه انا وانت اكثر، لانه انا كردة فعل أولى أنا لسه جد مالي قدران. يعني كنا ملتهين بتصوير الحلقة اليوم والاستعدادات والكذا، فأنا بس قريت الخبر، بس أول هيك ومضة بتجي لراسي أو أول فكرة بتجي لراسي لما بدي أقعد بلش فكر بهذا الخبر إنه جد هو تافه. يعني هو جد فعل تافه إنك أنت تكون مستقل بحياة العالم وبس وبهي الطريقة. يعني حتى يعني أنا آسف ما قصدي ولا شيء، بس حتى إذا أنت عم بتسوق لفكرة بهذا التفجير الانتحاري، شو ما كانت هي الفكرة عم تسوق لها، الأسلوب غبي. يعني أسلوب غبي وأسلوب عم بيروح فيه ضحايا، والنتيجة يعني شيء بشع، شيء غبي كتير، شيء غبي كتير. أنا شيء شايفه غبي كردة فعل أولى على الخبر، لأنه جد ما عرفت أقرأ أكتر غير أنه صار هذا الشيء. ما بعرف أنت شو رأيك ريكاردو بهاي القصة؟ هلا بالبداية ما انصدمت للأسف، يعني ما استغربت. إيه يعني هذا الشيء عم بيصير في كتير أماكن. شو سوريا أفضل من غير أماكن لما يصير فيها؟ والبيئة معلم تستدعي لهذا الشيء. يعني بزماناته قامت لقيمة لسه كنا سقط النظام 8 ديسمبر
24 ديسمبر عيد الميلاد، قامت القيامة مشان شجرة. فيوم بدها تقوم القيامة مشان شجرة، الناس شالوا الشجرة ورجعوا جابوا استثناء ليرجعوا الشجرة مع استسخاف كامل للشجرة، واللي هي ما أساسا مكتوبة بالإنجيل المقدس، يلي هو أساسا أنا مان وكتابي يلي بمشي فيه حياتي. ولكن يوم اللي نحن لسه ما صار له النظام، سقط جمعتين وشوي، وكل هالشي جدل صار ولليوم عم بيصير على شجرة الكريسماس. فمو كتير مستغرب يوم اللي بدنا نرجع نحكي بموسيقى، نحكي بلباس، وفي نوع من يعني ما وقفت الدولة قالت الشعب حر شو بده يعمل، في لساتنا لهلا عم نحكي نحن شو بيصير وشو ما بيصير. وبالتالي هيك شيء ما له كتير بعيد عن انه الشخص يشوف حاله انه يا خليني اربيهم هدول العالم. هلا انا اليوم عم تقلي شيء غبي، حسب انت شو هدف منه. اذا هدف منه انه هالعالم تنضب وتخاف، العالم خافت صدقني جهاد، العالم بسوريا خافت. انا عندي رفقات قرايبين ما اعتقد رح يروحوا احد الجاي على الكنيسه، وما اعتقد في قسم قليل ابدا هلا عم رجع يسال عن طريقه يطلع فيها من سوريا. بغض النظر غبي ولا ذكي، هذا الشيء احيانا بتضرب ضربات غبيه بتعمل نتائج لصالح الشيء اللي عم بيعمله هذا الشخص الغبي. بس انا اللي شايفه انه بهالحركه ببساطه، اذا هو نتيجته فعلا زعزعت وجود هالمجموعه من العالم في البلد، فالشيء اللي عمله ببساطته جاب نتيجه. الناس ما يترعب بمعلم. فالناس كانت عم تخاف ونحن شعبنا بيخاف. نحن بشار دائما اعطانا الضوء انه نحن انا حاميكم. فاليوم اي شغله بدها تيجي رح الناس رح ترجع تقول كان هو حامينا، مع انه هو خالق. بشار هو خالق هو ابوه ونظامهم، هو اللي خلق كل هالشرخ الهائل اساسا في توزعنا المناطقي والتفكير بهي الطريقه. بس الناس كلها ترجع اليوم بلشت تجيني بالتعليقات بعض المسيحيه القدامى هاي نظامك الجديد. طبعا انا اليوم كلهم عاديني، نظامي الجديد من المسيحيه والجماعه النظام الجديد اللي عم تعاديني كمسيحي. انا ما بعرف ايش مع مين او ايش لازم احكي، بس ايه الوضع ماني مستغربه يا اخي. شو لازم يصير؟ لازم ينفتح هالملف على العلن، والملفات اللي قبله، مو لانه بس مسيحي لازم نحكي بملفين. ملفات الاقليات الثانيه ما انفتحت وما انحكت مثل العاده. فطالما في ملفات تسكرت وانحلت يلا ماشي الحال. في كتير ناس علوية صاروا عنا بفرنسا واخذوا لجوءهم اوريدي من بعد احداث اذار. فشو ليش ما يجي الدور على الجميع؟ يعني الأمانة تماما، يعني صار في تمنيع للملفات الماضية، ولهلا ما فهمنا شيء عن الملفات الماضية أصلا، ولجنة شهرين وبدها شهر زيادة وكذا، ولهلا ما فهمنا شيء. يعني لهلا فعليا نحن ما فهمنا مين الجونات، كيف حليتوا المشكلة، كيف إذا في هيك جونات جداد ما يحق لهم يعملوا هذا الشيء، كيف تسكروا الأبواب قدامهم كدولة. وهذا موضوع آخر، يعني موضوع صعب آخر وكثير جدا. موضوع صعب جدا حله، يعني لأنه الدولة مؤلفة من كل هالناس اللي شاركت في التحرير. يعني بالأخير صعب، ما إنه شيء إنه هذا الشخص أشر عليه بتحطه بالحبس وخلصت. 100%. طيب هون ريكاردو تعال نحكي بقرنة ما فيها شوي، يعني نحن القرنة اللي عم نحكي فيها كانت دارك، قرنة بتحس فيها باليأس انه جد هالموضوع بس بيحتاج وقت، هو جد ما بيطلع بإيدنا شيء. فهون انا بدي اسألك جد اليوم نحن شو بيطلع بإيدنا؟ ما عم بقول لنغير الوضع بكبسة زر، ما لنا هالبني آدمين، بس نحن كمان مجتمع مدني موجود، مغتربين يعني اليوم لبنان عندها تجربة عظيمة مع مجتمعات الاغتراب اللي عندها إياها برا لبنان. فلسطين نفس الشيء، عندها جاليات حول العالم كلها بتأثر بطريقة ما. بنت هاي الكاركترات، بنت هاي الرموز، بنت هاي الناس الفي اي بي بالنسبة للمجتمع، اللي هن لهم رأي، عم بيقدروا يغيروا، يحركوا، موسيقيين، فنانين، سياسيين، شعراء، وكتير ناس. في شيء بتحس انه انت بتقدر تعمله، لانه انت حكيتني انه من قبل 2011 لل 2010 حتى لوقت ثورة مصر، لل 2011 ربيع العربي وسوريا، انت دائما كان همك انه شو التأثير اللي بتقدر تتركه حتى ولو بالتفاصيل. فمعقولة نحن وصلنا لأنه جد ما عاد يطلع بإيدنا شيء؟ لأنه نرجع نقول انه بلشنا سؤالنا بحذف مو حذف، سوري، بالستوري اللي انت حكيت فيها انه انت ما عاد تحكي عن هذا الشيء مرة تانية. بس هل هو فقط الشيء اللي انت كنت تقدر تعمله انك تحكي عن هذا الشيء على السوشيال ميديا؟
يعني لا، في مناطق تانية أنا قلت بدي أوقف الكلام على السوشيال ميديا فعليا، بس على المسرح ما وقفت. بس هل أنا بدي إياها تكون حربي؟ ما زلت كريكاردو عم بحكي، مو نحن. مم. ما عدت متأكد بصراحة. أنا وقت وصلت لفرنسا بشهر الثامن هذيك السنة، لسه كان مستلم من الأسد. أنا كنت طيوي صفحة سوريا وقلت إنه أنا قدمت من حياتي 42 سنة، يعني إذا شلنا لبنان على طرف، وآخر 10 سنين منها كانت حرب هائلة قدمتها مني لهذا البلد. وخلص قلت أنا اليوم اللي بدي أدوس فرنسا بدي أطوي صفحة وأبلش بداية جديدة، بحق لي أنا أرتاح. يوم اللي سقط النظام رجعت تفائلت ورجعت التفتت لأول مرة لورا وقلت أنا عندي بلد، ورجعت أحاول أخذ وأعطي. وخلينا حتى بتذكر أول ما سقط النظام الناس أو قبل ما يسقط النظام بلشت الهيئة تدخل على مدينة ورا الثانية، الناس ميتة رعبة. كان لعبت دور كبير أنا بحس بتهدئة العالم على السوشيال ميديا، ويلا يا جماعة ليش خايفين بحلب؟ مين عملكم أي شيء؟ هي الجماعة عم بيوزعوا لكم خبز، هي الجماعة عم بيوزعوا لكم أكل. كل واحد ينزل لي صورة من شارع بيته. عملت بوست يمكن على الفيسبوك نزل فيه ما لا يقل عن 1500 صورة يا هذيك إلهي. الأيام. يس، والناس بلشت إذا لازمك مي أنا عندي، وإذا لازمك مدري إيش أنا عندي، قوموا ننزل نشوف بعض. حسيت بأمل هائل جهاد وقت مم. بلشت تتحرر المدن واحدة ورا الثانية. فهذا الشيء خلاني أرجع أفتح الخزانة، أطلع عدنان وسوسن أكوي لهم ثيابهم وأرجع أعمل كونتنت من أول وجديد. انبسطت يعني، وقلت يلا في أمل. وبعدين بلشت إحباط ورا التاني. بالسوشيال ميديا بتعمل مصايب يعني من الإحباط. على المسرح ما وقفت النقد، يمكن يستمر دوري في المهجر. يعني هون كمان السوريين من قلال وما 100%. شاء الله مشاكلهم هائلة. من يومين كنت في عرض مسرح 200 شخص، اجى 100، ال100 الثانيين قال لانه ما بحكوا مع ال100 الاولانيين بدهم نعمل لهم عرض ثاني. ف ما عم بمزح شلون والله، ليش يعني لا؟ ما بيحكوا مع المية ما بيحكوا الأولانيين؟ ما مختلفين فهمت. سياسيا من زمان ورجعوا اختلفوا بجديد. فاذا انتم هون اللي عايشين تحت سقف الغربه، اللي عندنا مشاكل مشتركه اليوم، صراعات تانية غير صراعات سوريا، اذا انتم ما عم تعرفوا تحكوا مع بعض، شو تركتوا للعالم اللي ما عنده مقومات حياه كثير صعبه؟ واو. المهم وهذا ففي كله حرب هون خزلان أنت. تاني. يا ممكن مم. يكون في لي دور في هذا الشيء. بس بدي ارجع اكد لك شغله عن طريق الكوميديا وعن طريق الشيء اللي انا بحبه، وليس دوري كاعلامي. انا ماني اعلامي ولاني شخص سياسي. اذا تقاطعوا هالشغلات مع بعض بحاول اوصل بالاساليب الغير مباشره للناس اشياء الناس بتحبها، ولكن مانو رسالتي ولا نو هدفي بالحياه. مو لهالدرجه انا بهذا المكان. 100%. بس كنت عم حاول أسألك بس عن إنه شو ممكن يصير. طيب خلّيني أنا أسألك سؤال، شو الفرق اللي هو ما بين فكرة عدنان وسوسن والسوشيال ميديا والستاند اب كوميدي على المسرح على الجمهور، حتى انت قررت انك هنيك ممكن يكون في شيء بينك وبين الجمهور اللي جاي يحضرك لايف، يكون في اغاني انت عم بتناقش فيها هذا الشيء، بس على السوشيال ميديا وعدنان وسوسن انت بطلت هذا الشيء. يعني شو الامور شو الخصوصية تبعية المسرح اللي خلتك انت تحافظ على هذا الكلام؟ معلم المسرح الناس اللي عم تيجي عليه قاطعة طريق وجاية وقاعدة وحاجزة بطاقة وقاعدة قدامك. هذا الجهد اللي انعمل ما راح يجيه ولد صغير أو شخص متحجر عشان يجي اللي قال له أقول جملة اللي أمك مدري إيش بها. هذا اللي بيقول أمك مدري إيش بها هو قاعد بفرجته قبل ما ينام عم بيقلب هيك على الموبايل، طلع شاف ريكاردو أما ما قري إيش كتب، قال يلا أعبر عن إيش بدي أعمل بخواطر ريكاردو. هذا الشخص ما راح يجي على المسرح. هذا مهم، الشخص مهم. قاعد من ورا شاشة موبايله وجاهز يهد كل نقاشك والمنطق تبعك بكلمة ما لها معنى. ما راح يجي يقولها وجها لوجه قدامك. اللي عم يجي على المسرح بيجوز يختلف معي، بيجوز نطلع لبرا نتناقش، بس غير هيك ان شاء الله. احيانا بصير في المسارح اشياء مصايب كمان، بس بشكل عام الناس اللي عم تيجي على المسرح عم تيجي ناس جاهزة تسمع وتتقبل. بالإضافة إلى إنه عم بيكون موضوع مثل ما قلت لك موضوع كبير اجتماعي عم نحكي فيه عن الغربة، عن مشاكل. ببدأ أنا عادة بمشاكل تجمعنا نحن نحكي فيها من قضاء لها علاقة
الباسبور الفرنسي، فصل الزبالات. هون بتعرف إذا بدك تاكل تحط البيض لحاله والقصص لحالها. بنحكي بأشياء هيك أوف. غريبة علينا. إيه طيب ريكاردو، هلا انت عم تحكي لي انه في عندكم مشاكل بفصل الزباله، وعندكم مشاكل بهدول المية ما بيحضروا لهدول المية، ومشاكل مختلفه كمان موجوده باوروبا، وفي مشاكل كمان مختلفه بتصير بالجمهور المغترب الموجود مثلا بتركيا او اسطنبول حتى، او باي مدينه صح. تانية. طيب هذا ما بيخلق هو حقيقيه ما بين الناس اللي برا والناس اللي جوا، او الناس حتى اللي رجعت ببدايه التحرير ولهالثانيه عم ترجع، وهي اللي هو ما اظن هي لصالحنا اليوم. في شيء انت بتحب تعمله بهي المساحات، ولا انت جد كل شيء عم تحاول تعمله هو الاستمتاع بس بالكوميديا، وانك انت هذا الكونتنت عم تقدمه وما عاد بدك شيء اكثر من هيك؟ هلأ أنا لساتي جديد هون، يعني ما إنه عم امم. تحكي مع مغترب صار له سنين وما صار لي 6 7 شهور. ولسه كل شيء يعني هذا البودكاست عم نعمله بفترة انتقالية لكثير أشياء، شكل الدولة، شكل الهجرة، شكل حياتي أنا على المستوى الشخصي. ف باتمنى أنه يكون لي يعني نزلة لسوريا نقدر. شوف هلأ أنا حلمي إنه أقدر أعمل كوميديا لبلدي بشكل عام أنبسط فيها. من جديد أنا بلشت أعمل كوميديا لغير السوريين. من شي جمعة عملت أول مرة كوميديا للبنانية. خلص كنت قبل دائما كوميديا للسوريين، هلا من جديد صرت أعمل لغير جنسيات. بس أنا بحب إنه أعمل كوميديا لبلدي، لشغلة تجمع العالم بشكل جميل. من كم يوم نزلت حلقة للدحيح كان عم بيحكي فيها على فيروز، ما بعرف إذا حضرتها. حكى حضرتها في حلوه كثير. كتير حلوة. حكى كيف فيروز كانوا بيقدروا بيسمعوها العالم، كل واحد بيفكر إنه فيروز عم تحكي عن قضيته إله، وإنه عم تحكي عن نسخته من لبنان ومن وجهة نظره من الحرب. نحن الحمد لله هلا ما لنا بهاي الحرب، ولكن كمان أنا على بالي الناس تقدر تتقبل الكوميديا بشكل اللي عم تتقبل فيه بلا تشابيه طبعا. إنه هذا الشخص بيحب بلده وحابب إنه نحن نكون مع بعض ونضحك مع بعض وننقد مع بعض، يعني ما نعيب شيء ما نحكي. ف إيه باتمنى هذا الشيء طيب يصير. شغلة من الشغلات اللي كنت عم تحكي عنها كمان انه عدنان وسوسن بيساعدوك انه تحكي اشياء كتيرة. طيب عدنان وسوسن هلأ بهي المرحلة شو ناوي لهم انت؟ يعني نحن ما عاد شفناهم مثل اول كتير على فكرة. والله يا جهاد أنت بتعرف أكثر من غيرك، عدنان وسوسن هن جهد هائل جسدي ومعنوي وفكري وكل شيء. ما بعرف إذا أنت عم تنتبه هذا الشيء، الفيديو الدقيقتين يعني عم ياخذ معي شغل 17 15 16 ساعة، وماني متفضيلهم 100% إذا ما كان لهم داعم او سبونسر او شيء مباشر. يعني انا بعملهم لاني بتسلى وبحب المنتج اللي عم بقدمه. اجى بالفتره حكى معي من كذا طرف انه بدنا نتبنى عدنان وسوسن، بدي انا تعمل لي عدنان وسوسن بس لإلي، نحن منصه بدنا نفتح مثل نتفليكس بس مثلهم كثير مشاريع. اول التحرير يلا نعمل ويلا نبني، بدنا نبني جسرين وغواصه ومترو، بس خذوا نفس شوي. واشتغلت في فترة معينة كمان بعدنان وسوسن بالدعايات، وبالتالي انه مم. بشتغل انا شي 6 7 حلقات سياسية كوميدية كذا بقدر امرق دعاية. مم. بعدين انشغلت بالعروض الكوميدية الستاند اب كوميدي، وحاولت ادمج عدنان بالستاند اب كوميدي، بس انا بالنسبة لي ما كانت تجربة لطيفة. خلص عدنان حلو تعمله سوشيال ميديا يعني انت عم عالم تحكي عن بتحب. تجربة اسطنبول؟ لا عم بحكي عن عدنان هون في اسطنبول. كانت تجربة مع دمية مختلفة اسمها عمو فتحي. عمو فتحي. ولكن عمو فتحي ازعل. ولا ازعل. هون انا طلعت مع عدنان. هون صارت اوكي. الناس تحب عدنان لدرجه انه وقت بطلع على المسرح بيصيحوا اسمه يعني. فشوي شوي بعدت عدنان عن الصداره وطلعت انا على المسرح، وهلا شوي شوي رح ارجعه. بده وقت، بده تفرغ. وهذا الشهر كان عندي تقريبا 6 عروض، منهم عرضين صغار، بس انه 6 سفرات كل عروضي فيها سفر فما لحقت اعمل شيء. لكن ممكن ارجعه لعدنان وسوسن. انا وقت قلت انه ما مرة احكي بشكل سياسي عن البلد، عدنان وسوسن ما وقفوا، هن عم يحكوا انا اشتغل. ايوه. ايوه. حكي
لا انا بتمنى شغله مثل عدنان وسوسن ما توقف كفان. هلا عم احكي لانه عدنان وسوسن يا حب جد انت ملاقي التركيبه بهالكاركترين، وملاقي الكونتراست بين هالكاركترين، وملاقي العلاقه اللي بتجمع هالكاركترين، وحاطهم ضمن بيئه دراميه كتير كتير لطيفه كتير. انا جد فيني اسمع منهم مسبتي، يعني انا عدنان اذا سبني ما راح اعرف ازعل منه. وعلى فكره التجربه اللي انت عملتها باسطنبول مع عمو فتحي اللي هو كاركتر تاني من الدمى، تجربة بتشابهها. يعني اليوم عمو فتحي أنا بتذكر بعرضه باسطنبول، طلع الشاب، ما بعرف إذا فيني أقول عليه شاب ولا ختيار، ما عاف بنت موجودة بالصالة ما لطشة، ما عاف شاب ما جار عليه، ما عاف كلمة شرقية ولا غربية وعنصرية، وعلى الفيمينست وعلى كله عم يحكي، وكلنا عم نضحك. يعني هي الملكة الموجودة عندك بأنك تترجم الكاركترات هي اللي انت خالقها لحالة فينا نتقبلها كلياتنا. يعني أنا كفان أكيد ما حابب إنه توقف، حتى لو ما كان في حديث سياسي لازم تلاقي له قرنة معينة، لأنه كتير مهضومين الشريك والله. حتى الهجوم ضدهم أقل من غيرهم عدنان وسوسن، مثل ما قلت مهم. أنت. يعني بيطلع واحد بيقول عدنان شبيح أو عدنان طبلجي بس أنا بحبه، يعني ما بيعتبروه شخص. يعني إذا جملة قالها عدنان أنا طلعت قلتها، إذا أنا مسكت دربكي وعملت حالي عم بطبل للحكومة الناس بدها تسب أهلي. بس وقت أوكي. طلع عدنان يعمل الناس صارت تغني معه. في شيء غريب يعني بيتقبلون لهذا المزيج. وبقدر أوصل فيها رسالة لأنه الناس عم تفهمها مثل ما بدها. في ناس شايفة إنه عدنان هو الصح، وفي ناس شايفته إنه هو الحمار، وبالحالتين عم بيعملوا مشاركة للفيديو مم. مساعدين العالم وأنا سعيد في إنه وصلت الفكرة اللي بدي إياها لأكبر عدد ممكن من العالم. فعلى الحالتين عدنان وسوسن معنويا الحرب عليهم ما يقاسية، ما مهم. بيهدني، ما بتهدني، ما بتزعجني، ولكن جسديا بدها وقت وتفرغ. ويا ريت كان في معي فريق يساعد بهذا الشيء، بس للأسف الوضع مو سهل يعني. على سيرة الفريق هون بدنا نحكي عن شغلة مهمة، انه اليوم انت حدا اندبندنت صار لك فترة منيحة مينيموم سنة سنتين عفوا، عم تعمل مشاريعك لحالك، عم تحاول انك تخلق بروجكتس بالكوميديا تبعك، بالكونتنت تبعك، بهي التفاصيل. اليوم من وصلتك من فرنسا انت حكيت انك وصلت شهر 8 9، فعم نحكي عن 9 اشهر انت عامل اكثر من 6 عروض باوروبا، صح ولا لا؟ عرض الجاي هو رقمه 11. واو سوري، حقك على المعلومات اللي عندي. 11 عرض عم تحكي انت باوروبا خلال 9 اشهر. عم تحكي انك عملت تور بتركيا خلال سنه من مزاولتك لموضوع الستاند اب كوميدي. عم تحكي على كميه ضخ لعدنان وسوسن، صار فيديوهات انت صورتها بفرنسا فتره كانت احيانا بالاسبوع كان عم يمرق فيديوهين، مو بس فيديو واحد. ف قد ايه نقص الكوادر اللي عنا اياه، ونقص الشركات اللي هي بتتحمل هي المسؤوليه احيانا انه تحول صانع محتوى او فنان او بيرفورمنسر لحدا ستار، لحدا يقدر يعني تكون هي الامور اللوجيستيك والامور الماركتينج والامور الحجوزات والقصص، تكون هي الشركه اللي عم تعمل هذا الشيء، وبنفس الوقت عم تاخذ ارباح. يعني هو شغل بالاخير، نسبه من الارباح، او وجود الكوادر اللي ممكن تساعد بهذا الشيء. نقص هذا الشيء بالسوق قد ايه بتحسه هو شيء بيأثر عليك، وكيف بيأثر عليك بشكل عام كحدا بيصنع محتوى؟ هلا بتركيا كنت أحسه كتير ما عدا تلفزيون سوريا. وقت جيت بدي أعمل ستاند أب ما كان عندي خيار مثلا غير أنتو يولو. بس بشكل عام إيه هذا هي القصص جديدة عنا، إنه في ناس عم تشتغل كل حدا لحاله. يعني في ناس تبعت لي ريكاردو أنا جرافيك ديزاينر بدك أعمل لك لوجو لعدان وسوسن. في وحدة بعتت لي أنا مصممة مواقع إنترنت بدك أعمل لك موقع. ما في شركة مثل ما هي كتير قليلين. يعني التلفزيونات هن العربي سوريا الجزيرة جي بلس، يعني هن هالطرفين الميزان يلي هن الإمارات وقطر كتير مهم. معدودين على الأصابع. فحتى بمجال إدارة الأعمال، تدير أعمال حدا كوميديان أو صانع محتوى كتير قليل هذا الشيء. يعني هلا أنا المدير اللي معي اللي مستلم لي الحجوزات والنقاش الصالات والترتيب وكذا هو معي عم يتعلم هذا الشيء. قال لي أنا ماني عامل هالشيء قبل، إذا بتحب بنجربه مع بعض. ومعي ما عنده خبرة بهذا الشيء لأنه ما عندنا نحن خبرة نتعلمها من حدا تاني بهذا الشيء. فهذا الشيء كتير يا ريت في هيك شيء وينظم لي. هلا انا اذا في هيك شيء ما كنت عامل 10 عروض. لو في هيك شيء فعليا شركه تمسك وهي توزع وتعمل وتحجز كنت انا عملت بالاسبوع عرض. يعني كنت عملت بشهري 4، يعني كنت عملت مهم. اكثر بكثير. انا هذا اللي قدرت الاقيه.
هال10 عروض اللي عملتها هي بشق النفس مو من قلة الcontent اللي عندي، بس من صعوبة إنك تلاقي صالات وتلاقي مواقع بطاقات وغيرها وغيرها ومن كتير دولة شغلات. لدولة بتختلف القوانين وبتختلف التفاصيل والقصص وكل هاي يس التفاصيل. يس والله هي دعوة، يعني هو برنامجنا ململم لسه مثل ما بيقولوا بعالم البزنس ستارت اب، لسه جمهوره هيك لطيف، كوميونيتي صغير. بس اي حدا بيسمع وعم بيسمع هذا الشيء وجد بلحظة ما عم بيفكر بفكرة بزنس جديدة، في كمية ناس عم تشتغل بطريقة اندبندنت على الأرض، هدول محتاجين شركات تحترف الشغل، كيف انه تطور هاي الاعمال تربح وتربح هاي العالم الشغل، لانه فعلا مرهق جدا انك انت كمية الاشياء اللي محتاج تتعلمها والمحتاج تعرف انك تعملها والمحتاج انك تعمل فيها كونكشن لتقدر تقول الكونتنت تبعك. وصدقوني أنا هي الرسالة اللي عم توجه في شغلة أنا باحب دائمًا أقولها، إنه الشغل ورا الكاميرا يعني تاني طرف من العدسة كتير مهم. هي الفكرة اللي عم بتصير جاد إنه أي حدا حاسس عنده أفكار business وبيعرف يسوّق وبيعرف يصمم، فورًا عم يتجه لإنه هو يوقف قدام الكاميرا ويسوّق نفسه. إذا أنت شاطر في الbusiness وقدرت تشيل كوميديان أو صانع محتوى، بتربح أكتر منه، لإنه أنت بتشيل هاد بتروح لغيره، وهذا ما نجح بتاخد غيره. بس هي الفكرة إنه دايمًا عم نعوج الكاميرا على حالنا ونحن بدنا نقول ونحن بدنا نعمل. آآ كتير حلو شغل إدارة الأعمال، لإنّك أنت بتستلم وتخطط جولة وتقعد تناقش الكوميديان بوين لازم شو لازم تحكوا وشو لازم تعملوا. بزماناتي مديري اللي كانت شريكتك في يولو بيان هيك كنت أعمل معها كمان في إسطنبول. شغل هائل هذا، إدارة كان مغنيين إن كان فنانين، شغل عظيم، يعني مو كل شي لازم نحن نطلع ونحكيه يعني. 100%. طيب ريكاردو، بتحس انه في عندك شيء اسمه اهم عرض او اهم تجربة انت عملتها؟ يعني في عرض انت خاصة عروض المسرح، في عرض كتير كان عامل معك فرق وحسيت في انه ما عروض قبله ليس ما مثل ما بعده؟ سوري. في عرض فاشل جدًا عملته ما كان قصدي هيك، بس ممكن قول تفضل. بس هو نقطة مفصلية، لإنه كنت طالع هيك يعني مم. كل العروض توب وكذا، فجأةً رحت على عرض وعملت نفس العرض الطريقة اللي أنا باحكي فيها، حكيتها قدّام مجموعة من العالم، وكان عرض مُزري يعني سيء جدًا، الناس شالت حالها وبدها تسكتني يعني بالأخير. هون اوف كانت اوف. نقطة مفصلية اتعلمت إنه ما كل العروض مثل بعضها وما كل العالم تتقبل نفس الكوميديا يعني. هذا من العروض اللي ضعّفت لي ثقتي في نفسي، وكان لازمتني هالإضعاف الثقة في نفسي، لإنه كنت دايس وما عم باشوف حدا قدّامي يعني. لازم اوكي. أهدى وأعرف إنه لأ، خلّي النكتة آخُد فيها risk أقل، بدال ما تكون بتفطس ضحك تكون بتضحّك بس ما تزعج حدا كمان. هذا من العروض اللي كتير، كتير، كتير أثّرت فيني. وطبعًا في البداية يلّي هي أول مرّة طلعت على المسرح، حاليًا تالت مرّة طلعت على المسرح. كانت أول مرتين طلعت على المسرح كانت بيولو، كان يولو عنده community center فهو مسرح صغير. بس تالت مرّة كان يولو عمل العرض في مسرح كبير 200 شخص. فأول مرّة في شيء اسمه كواليس وورا وتحضير وناس وتصوير وما بعرف إيش صار يعني. 3 عروض كنا واقفين فجأةً قدّام مسرح كبير. فعملت هذا العرض اللي اسمه جيل الصبّارة اللي حكيت عنه. كمان كان كتبت 45 دقيقة وقتها طلعت وقفت على المسرح 45 دقيقة، وكانت تالت مرّة باوقف على المسرح بحياتي. فلليوم في وبعد هذا جيل الصبّارة عملت العرض السيء وانحدرت. فلليوم إذا بدي أسترجع طاقة لي وأشوف شقد كان الstand up شي حلو، باحضر جيل الصبّارة وباتفرّج على التفاعل اللي صار، وبس أحس حالي زيادة مغرور وشايف حالي باحضر مراجعاتي لعرض السيء تبعي. المراجعات. تمامًا، تمامًا، لأرجع أوصل لمكان بالانس وسط. اكتر. اوكي. وكمان باحب طيب. أول عرض عملته بفرنسا، كتير باحب يعني هذا أول عرض قدّام بقى جمهور جديد، وأول مرّة حسّيت حالي عم باعمل شي في بلد جديد، وكنت صار لي شهرين بفرنسا، ووقفت قدّام ناس كان في جمهور هائل يعني أول عرض عملته بفرنسا. وهلّأ رايح الجمعة الجاية أرجع أعمله تالت مرّة ورابع مرّة، عرضين ورا بعض راح أعيدهم. قبل شوي كنت عم تحكي كمان لما كنا عم نحكي عن القاعد، يعني المغتربين السوريين الموجودين، كنت عم تحكي انه انت بلشت حتى تعرض لغير السوريين بفرنسا وغير فرنسا. فخليني اسالك،
في عندك نية إنك أصلًا تكون عم تعرض لجمهور ماله سوري؟ يعني هل ممكن أصلًا إنه الشخص يقدر يطلع من قماشته؟ لإنه رحلة الشنطة تبعك، يعني أنا عم باتفرّج على الشنطة تبعك، هو شخص بس عم يطلع من الcomfort zone تبعه بطريقة ما كل مرّة، يعني الcomfort zone تبعه كان أسرته، طلع منّه لمجتمعه، طلع منّه لمدينته، طلع منّه بقى لفكرة أوسع اللي هي إنه التغيير والتأثير بهي البلد. بعدين طلعت لفكرة إنه لأ، أنت الكوميديا والcontent نفسه أنت حابب تقول فيهم شي، عم تمارسهم، تلعبهم، توصل لناس أكتر. وبعدين هلّأ عم تحكي لي إنه صار في جمهور غير سوري موجود، فأنت كل اللي عم تعمله إنك عم تطلع من الcomfort zone كحدا هيك بيتفرّج على الشنطة من بعيد، على الأقل بالنسبة إلي. أنت كل مرّة عم تطلع من الcomfort zone بطريقة معيّنة، فهل هذا ممكن يوصّلك لمرحلة إنه، يعني هل هي طريقة معيّنة مثلًا لتوصل لمستوى إنك تقدر تخاطب مو بس الناس اللي بيعرفوك أو اللي مرقوا بس بتجارب تشبه تجربتك، أو بنفس الناس اللي ببلدك، ممكن تصير تقدر تخاطب ناس أكتر؟ هل هذا الشيء مطلوب لتقدر تخاطب ناس مختلفة أكتر؟ هلأ هو شوف، في شغلة غير عادلة صايرة بحياتي بالstand up comedy، هي إنه أنا طلعت على التلفزيون وانشهرت على التلفزيون ببرامج سياسية، وفجأةً طلعت على مسرح وصاروا الناس ييجوا لأنه بيحبوني من التلفزيون، اللي هو تجربة مختلفة جدًا. أول مرّة طلعت بيولو كنت لساتي أول مرّة باوقف على مسرح، اتعبى المسرح زيادة عن ما لازم يعني. فأنا اليوم اللي بدي أطلع قدّام عالم، مو أول ما أطلع المسرح ما يصيحوا ريكاردو ويسقفوا. وقت طلعت قدّام اللبنانية بالأسبوع الماضي، طلعت على المسرح ما بيعرفوا أي شي مين أنا. فهاي تجربة كوميدية حقيقية، إنه أنت فعلًا شخص مضحك، مو لإنه أنت شخص معروف لسبب تاني أنت ضحّكتن، مو لإنه أنا باحبك أستاذ ببرنامج نور خانم أو خلصت وفشلت أو اسحب لك كرسي أنا جاي أحضرك. هون أنا طلعت قدّام ناس غريبين، كان معي 15 دقيقة، خلّصت ال15 دقيقة هدول الناس أجوا بدّن يعرفوا وين في عندي عروض. هذا شغل الكوميديان الحقيقي. غير هيك غير هيك كان في عندي advantage، آآ يعني عندي كان ميزة بسبب معرفة العالم فيني. أمّا هلّأ إذا بدي أضل أعتمد على هاي الميزة، فأنا اعتمدت كل حياتي على السوريين في المهجر، يلّي هي فئة كتير قليلة ومنتشرة بشكل كتير كبير. لأ، أنا خلّيني أعتمد مبدئيًا على الناس اللي بتفهم لغتي، والناس اللي بتفهم البيئة اللي أنا ربيت فيها. اللبناني ما كتير بيفرق عني إذا جيت قُلت له إنه ماما بدها تجوّزني، همّا ترقص في عرسي، وهالقصص اللي نحن البيئة الشرقية بتفهم فيها. اهم. فطالما أنت بتفهم لغتي، ليش ما في كتير عائق كبير غير إني قادر ألاقي هالتريكات الصغار يلّي أنت كلبناني بتفضّلُن وبتحبّن، يعني المدخل لإلُن يعني بس ما أكتر. ونفس الشيء الأردني، ونفس الشيء المصري، يعني هدول العالم نحن بنفهم على بعض وبنحضر content بعضنا دايمًا. 100% وقريبين من بعض بطريقة ما. بالأخير أنا حابب أسألك سؤال، هذا سؤال شوي جديد، بس أنا يعني حابب جربه معك. بما إنه عم نجرب الأونلاين معك، عم نجرب كذا قصة معك. فإذا الشنطة تبعيتك هلأ نحن هيك ضبيناها وسكرناها، شو ممكن تقول عنها؟ شو ممكن تعطيها كلمة، صفة، جملة؟ شو بتحس هي القصة اللي حكيت لنا إياها على مدار ساعة ونص أو شوي أكتر، آه، أنت شو بتوصفها؟ أنا باوصّفها يعني كانت مغامرة. إذا أنا اليوم عم باحكي قصتي لحدا وهلأ خلص الفيلم، كانت مغامرة بطريقة ما، ب إلها لحظاتها الجميلة جدًا، جدًا، وإلها لحظاتها السيئة يلّي يلّي بنت منّي هذا الشخص يعني. بس بشكل عام أنا باقول عنها إنه كانت جولة ومغامرة منوعة وجميلة. أنا باشوفها يعني. أنا اليوم إذا خلص اليوم وقّفت كل شي، ما راح أقول متت يعني عشان الناس ما تتضايق، إذا خرفت اليوم، إذا خرفت واليوم أنا جيت بنيت فيلم أو قصة عن حياتي، باقدر ألاقي فيها مفاتيح حلوة أقدر أخلّي الشخص اللي قدّامي يستمتع. فيها كتير تنوُّع غريب واختلاف وروحات وجايات، واستمتعت أنا فيها متل ما بيقولوا بالإنجليزي بالride بالركبة يعني. إمم. كانت مشكّلة بطريقة جميلة، ولساتها طيحشة، يعني ما صارنا 7 شهور مبلشين في الشق الفرنساوي.
هلا اذا بدي اسمع لقرايبيني هون عمتي وجوز عمتي بدهم ياني اتعلم فرنساوي واطحش على الكوميديا الفرنساويه، فلنشوف. صعبة؟ صعبه مش من اللغه، صعبه من الثقافه، صعبه طيب من ممكنة؟ هلا شيء عكس اللي قلت لك اياه قبل شوي. اذا وقفت قدام فرنساوي وقلت له امي بدها تجوزني ما رح يضحك. اوكي. يعني يوم تلي نكتنا غير نكتهم، نكتنا اسقاطاتنا غير اسقاطاتنا. ممكنه، ممكنه، ما في شيء مو ممكن، بس اوكي. هل انا بدي ادخل في هذا السوق؟ لانه بالاخير اليوم هلا نحن عم نحكي في شيء 25 بمدينتي، 25 كوميديان عم بيلعب. حلو. اما انت ملان هدول قدامى على المسرح الفرنساوي. اما مثل ما انت قلت قبل شوي السوريين بينعدوا. 100%. فهو سوق بالاخير، سوق الفرنساوي شبه مشبع، بس سوقنا لساته عطشان يعني. طيب ممكن. ريكاردو، يعني نحن اول شيء شكرا كتير على المقابله اللطيفه، كنا متمنين نكون وش لوش، انا مشتاق لك اصلا، فكنت بتمني انه هاي المقابله تكون وش لوش، بس انه عملنا هي حلقه البودكاست عملناها اونلاين. بظن انه بفضل عمر والدار والشباب اللي عم بيساعدونا انه تكون حلقه لطيفه حلوه تقنيا، الناس تحبها كشكل. واكيد رح تنحب الحلقه لانه فيها حدا لطيف ولذيذ مثلك وممتع، مو بس تستمتع انت حتى ممتع مان. فشكرا كتير على كل شيء جد. شكرا جاد، وناطر أنا أشوف نتيجة هاي الحلقة. ننشر منها مقاطع ونشوف رأي العالم فيها. أظن الحلقة فيها مواضيع كتير متنوعة عم نحكيها. نحن أخذنا بريك مرة في نص الحلقة وقعدت فكرت وين صرنا، وين كنا، وين صرنا، قرقرنا. على كل شكرا ريكاردو، وشكرا لكم لحضوركم لهذا الوقت من البودكاست، واكيد دعمونا بلايك شير سبسكرايب ووصلوا هاي الحلقه لكثير عالم. نشكركم انكم وصلتوا لهون، ونشوفكم بحلقات تانية. سلام.